هاي يا جماعة، بيبتدي مسلسلنا بشياو شوان، مدرب في أكاديمية العاصفة للمهمات العسكرية الخاصة، وكان واقف بيهزق بايفان الطالب المتفوق الشقي اللي إيده أطول منه. المرة اللي فاتت سرقت فرخة، والمرة دي سرقت تفاحة. المرة اللي جاية هتسرق إيه؟ هيسرق قلبي. هتكبر امتى؟ يلا 20 لفة جري و200 عد ضغط عقبا ليك. هو انت ما بتزهقش؟ بتقول ايه؟ حاضر يا ريس. مش سامع صوتك، نسيته في البيت ولا ايه؟ حاضر يا ريس. وتونج اختي شياو الصغيرة جت. مش كان عندك محاضرة؟ وكلبوب بصلها يشكسها وهي كانت مكسوفة. لا، النهارده الويك اند، فقلت اعدي اشوفك زي كل مره. فشدوا من ودانه الفاسك. ما هو فاهم. بس انتي مش جايه عشان تشوفيني انا بس، صح؟ وكمان نفسي اكل جمبري. طب يلا، اخوكي هيجيب لي جمبري. وخدهم معاه كالعاده. والكلبوب الفاسد الفاسك ادالها التفاحه اللي سرقها عشان لما تيجي يديها لها اصلا. توتي قد كده اهو. وبتمر الأيام وتونج فرقت الحياة بسبب حادث غامض، وشياو كان مصدوم. ضمها كأنه بيحاول يمنعها تسيبه. كان حاسس بالقهر بالندم وإنه أثر في حمايتها، وفضل يلوم نفسه إزاي هيكمل حياته من غيرها وليه ده حصل وإزاي. وبايفان مش قادر يصدق إن هو مش هيشوفها تاني، وقهرة صاحبه على أخته خلته ينهار أكتر، وما بقاش عارف يواسيه هو ولا يواسي نفسه. وبعد مرور 3 سنين، شركة كريستال للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي التابعة للرئيس تشان من عائلة نونج طورت الشريحة الثورية هايبر كنترول 2 اللي دمجت بين الذكاء الاصطناعي والتحكم العصبي بالجيل الجديد هايبر كنترول 3، واللي هتكون أخطر أسرع أذكى شريحة قادرة تعالج أي خلل عضوي عصبي، ترجع البصر وتقوي القدرات الجسدية والعقلية، وده بشكل غير مسبوق. خطوة بتقرب الشركة من السيطرة على العالم كله. وبالليل شياو كان في الشركة اتعين فيها كمدير قسم الأمن بهوية مزيفة. السيد جانج بقاله 3 سنين، والنهاردة بعد ما درس كل حاجة دخل أوضة البيانات السرية وبدأ الفحص للملفات، ولقى اسطوانة هايبر كنترول 2. لكن الإنذار ضرب والحراس اتحركوا، وهرب من السقف ونزل في مكتبه وأطلق عجلاته علينا برعاية مراتب أبني شديدة التحمل سوست منفصلة، ورجع تاني كمدير الأمن اللي محدش هيقدر يشك فيه. وفي اللحظة دي قفشوا حارس أمن جديد وبدأ الضرب، وفي نص الطحن الاسطوانة اترمت بعيد فاداله رجل في وشه طايرة الماسك. بايفان بقالنا 3 سنين ما شفناش بعض. المعلم شياو لسه شباب زي الأول أهو. هي سلسلة الكلب اتقطعت ولا إيه؟ ازاي سابوك تهرب كده يا كلب؟ بيحب يشتمه قوي، بيموت في الشتيمة، بيموت في الشتيمة. وانت ينفع في أول يوم شغل ليا يا معلم شياو، قصدي المدير جانج، امسكك متلبس كده؟ ده انت حتى كنت قدوتي اللي كبرتني على ايدك وبقيت قائد دلوقتي في الاكاديميه بسببك. قائد؟ يبقى جاي تقبض عليا. انا سبت الاكاديميه من زمان، واظن ورقنا بقى على المكشوف دلوقتي ومش هتاخد مني حاجه. وروح قول للي بعتك انا مش هرجع المعسكر تاني ولا هشارك في اي عمليه زيك، وهنتقم لاختي بطريقتي. فهجم عليه الكلبوب. ده الريس يالا، ده الريس يالا، اديله يا ريس اديله. وخطف الشريحه ولسه هيهرب هجم عليه، والضرب فضل شغال لحد ما الشريحه وقعت من ايده، وبايفان ضربه في رجله، ودي كان فيها اصابه قديمه بسببه. عدى 3 سنين ولسه ضربك زي ما هو، فتعصب وضربه. وانت لسه كلب زي ما انت وعايز تتربى. تفتكر هيعملوا ايه لو عرفوا ان انت جاي شركتهم كجاسوس عليهم؟ تفتكر انت هيثقوا فيك كحارس امن عره ولا هيثقوا فيا انا كمدير؟ وسمع الحراس فخاف عليه ومسكه دخله الدولاب بسرعه يحميه. ده كان صاحبه برضه في يوم من الايام. جرس الانذار بيرن بقاله 5 دقايق، لسه فاكرين؟ فكلبوب عمل صوت فهبد على الدولاب عشان يربيه. ايه الشركه اللي جايبه حراس امن زباله دي؟ فتاسفوا له ومشوا، ولما فتح الدولاب عشان يكمل عليه ما لقاهوش، هرب منه كلبوب قوي ورجع مكتبه. وبنعرف ان من 3 سنين وهو بيحقق في موت اخته، وعرف ان العربيه اللي عملت بيها الحادثه كانت تبع الشركه دي، وكانت عربيه تجارب. بس ايه اللي خلى اخته تشارك في تجارب الشركه دي؟ واكيد عندهم بيانات كاميرا العربيه اللي صورت كل حاجه، وكل البيانات دي ببيانات الشركه موجوده في هايبر كنترول 2 اللي ما بقوش يستخدموها خلاص. ولما فتحها لقى نصها بس، فكان هيولع لان الكلب خد النص التاني عشان ما يسيبش صاحبه في انتقامه لوحده ويحميه ويخدم بلده في نفس الوقت.
وبتمر الأيام والرئيسة مو طليقة الرئيس تشن والمسؤولة عن الشركة حاليا ده لحد ما حالته الصحية تتحسن يعني، لأنه في غيبوبة بقاله كتير. جمعت مديرين الأقسام وعرفتهم إن الشريحة اتسرقت وإنه مفتاح تشفير هايبر كنترول 3 هو الآنسة تشينج أخت الرئيس اللي من حبه فيها خلاها مفتاح لكل شرايح الشركة، وهي كانت مسافرة بره بس أول لما رجعت اختفت. فأكيد حد خطفها من المنافسين لأنهم لقوا عربيتها فاضية، وأكدت إن هم لازم يلاقوها بأي طريقة لأن من غيرها تفعيل الشريحة مش هيتم وكل مخططاتهم المستقبلية هتتحول لسراب، ومش عايزين الشرطة تتدخل لأن تطوير الشريحة دي سر وتجاربها مش قانونية. وشياو كان بيرسم ملامحها بتفكر بأخته وخايف لا يكون حصل لها حاجة، ومتضايق لأن المعسكر بعت له صاحبه القديم يقبض عليه ويوقف انتقامه عشان خدمة البلد. ولما لقيته غرقان في الرسمة غارت: السيد جانج مش ناوي تقول حاجة؟ أنا هتصرف وهلاقيها والكل هيمشي على اللي هقوله. فسانج السيد الثالث الأخ الصغير للعيلة جه: كلب الحراسة عايز يبقى سيد الشركة؟ اللي ما يعرفش الرئيس الحقيقي هيقول إنك أنت الرئيس من أوامرك وتحكمك فينا، وماله يا بيبي ما يتحكم فينا، ده الأمن والأمان كله. طب ما تيجي تاخد انت مكاني وتتولى انت حماية الشركة بنفسك، مش قدها ولا ايه؟ المهم اختي اكيد ما اتخطفتش، يعني تلاقيها راحت عند حد من صحابها كده ولا كده. شكلك مش عايزة ترجع اصلا. قصدك ايه؟ عشان اخد الشركة؟ انا اخويا الكبير لسه ما ماتش عشان اخلص على اختي واورثها. ما ينفعش تشك في المدير جانج، ده دايما بيحارب عشاننا لوحده وده متعب قوي، عشان كده انا جبت له حد يساعده ويوفر وقته. وفي اللحظة دي الكلبوب القذر دخل وطلع هو فاتصدم، ده رجله طولت قوي. امبارح بالليل الكهرباء قطعت عليا في الشركة وما كنتش لاقيه شنطتي، وبفضل السيد باي فان باي فان ساعدني وكده، فخليه مساعدك، بيتحرك بسرعة وذكي وطلب مني أرقيه. باي فان أنا قائد الأمن في خدمتك، شكرا، مش محتاج عبء جديد، ده أنا هبقى إيدك اليمين برضو يا ريس. المهم دلوقتي إن انتوا تلاقوا الآنسة تشينج عشان نفتح هايبر كنترول 3. أنا هرجعها، ولو ما رجعتهاش لا هرجعها، تراهن؟ لو ما رجعتهاش أنا هسيب لك منصبي. تومو جيري الله يعيني عليهم. وبيمر الوقت وشياو كلم ياوجي وطلب منه يتتبع خط سير تشينج من أول ما نزلت من المطار وهيقابله كمان ساعة، ولقى الكلبوب في وشه. مو قصدها إن أنا وإنت هنشتغل مع بعض مش إنت لوحدك، بس يلا. وما عرفش يفتح باب العربية ففتحها له بجهاز التحكم اللي على موبايله، أصل مو ادتني صلاحيات التحكم فيه عشان توفر عليك وقت. وركبوا العربية وخد القهوة بتاعته وفضل يستفزه زي زمان. الله يعينك يا ريس. وبنرجع فلاش باك لما كان بيراقب المكان وهو شوش عليه بفرخة. انت مجنون؟ اصل انت ما تعرفش ده عمل فيا ايه. انا كنت متخفي كويس وهو ما سابنيش، فضل يجري ورايا ويعضني لحد ما اتقفشت بسببه، فكان لازم اقبض عليه واسلمه لك، فضربه. انت بتضربني فين؟ عايز تضيع مستقبلي يا مفتري. وخد قهوته وشربها. دي قهوتي انا بجد؟ طب خد. لا خد راحتك على كيفك. فكان هيفرقع وخلصت الذكرى، فخدها منه رماها بدل ما يرميه هو. وبيمر الوقت وشياو سأله عن نص هايبر كنترول 2. من غير النص اللي معايا بتاعتك ملهاش لازمة. ما هو انت برضو من غير النص اللي معايا بتاعتك ملهاش لازمة. وفضل يلعب في النور فزعق له: ما تتهد بقى. انت تعينت في الشركة دي ازاي؟ في ليلة ضلمة قدام الشركة حرامي مقنع كان عايز يسرق مو، فانقذتها بذكائي ودهائي. يعني لعبتي بيها وعملت بطل في الاخر. طب ما انت كمان لعبتي بيها وعملت بطل في الاخر. واكيد برضو كان في ليلة ضلمة احتاجت لك وانت ما قصرتش فعينتك مدير الامن يا أمن. ووصلوا المكان اللي اتفق عليه مع ياوجي، فلقى صاحب ياوجي متكتف في شنطة عربيته، فعرف ان في حد سبقهم ليه وعايز اللي معاه. وسمع صوت ضرب والكلبوب ما استناش عده ودخل يخلص هو، وضرب ياوجي وعدمه العافية وحصره، وشياو دخل وكان على اخره. ده ياوجي فسابه وكان مصدوم. وسانج قام بعد ما ياوجي عجنه، اتجسس على شياو في الجراج وسبقهم هو. ايه ده؟ السيد التالت هنا. فحب يعمل واحد قدامهم وعايز يضرب ياوجي، فباي فان مسكوله ووقعه على الارض ولبسها لشياو. ازاي توقع السيد التالت كده؟ انا وقعته امتى؟ فياوجي شتمهوله. اسكت انت، محدش يشتمه غيري. على طول ظالمني كده وقاسي عليا. لو ما سكتش هضربك. فين اخلاقك؟ فين مبادئك؟ خدوني المستشفى، ده مش وقته يا اوغاد. وبعديها كانوا في العربيه. باي فان كان بيعملوا مساج لحد ما يوصلوا المستشفى، وشياو استغل انشغاله وسال ياوجي على المعلومات اللي وصل لها. انا رحت المكان اللي هي اختفت فيه، ما لقيتش غير الولاعه دي عليها شعار مالها سانشاين، فحاول يخبيها لكن الكلبوب كان مركز معاهم وعمل نفسه هبل. انا هساعدك وهنبقى اصحاب يا
تالت، بس لو كان في شوية نبيذ أصفر كان زمان ظهرك خف. فشياو افتكر لما كانوا أصحاب في المعسكر وكان مصاب وهو جاب له النبيذ أصفر يعالج الكدمات والالتواءات. كانوا زي الإخوات، الشخص الوحيد اللي بيأمن له على حياته قبل ما يخرجوا من حياته. وغيرة الصحاب بدأت ففرمل فجأة عشان يلبسهم في بعض. أصل يعني إيه يعني هنبقى أصحاب دي؟ هو أنا كيس جوافة هنا؟ بيفكرني بالبيست فريند قوي، إياك تصاحب واحدة غيري بولع. وبالليل راح هو وياوجي للملهى ومسك مدير المكان عشان يعترف على مكانها. عنيف قوي. وباي فان جه وساعد الويتر، كانت لسه مخضوضه من السكران اللي خبطها ومشي، وكانت بتبصله بنظرات غريبه. انت بتدور على حاجه؟ ايوه، اختي الصغيره اتخطفت فجاه. ولما ورالها صورتها عرفته هي في انهي اوضه، والاتنين وصلوا الاوضه في نفس الوقت. ازيك يا ريس؟ ازيك انت وازاي امك؟ بتشم ريحتي وتيجي ورايا زي الكلب. اتعلمت منك يا كبير. فمسكوا الأكرة سوا وتعصبوا على بعض كالعادة. بالراحة يا عيال قلتم. وفي بنات شافوهم. ما تخلي بالك من تصرفاتك يا ريس، كده الناس تفهمنا غلط. عايزة ادخل الطش له وأقرب بيه من أول وجديد. يا بيبي ده انت الغلط كله. ودخلوا على سويت والحارس لسه هيهجم عليه، باي فان انقذه وضربه ونزلوا طحن فيهم وعدموهم العافية. اديله يا رجالة. تربيتي قوي ولادي قوي. وأدركوا في الآخر إن هي اختفت. وطبعا هي استغلت الفرصة وهربت منهم كلهم، وهي بتجري وقعت وباي فان نزل وراها وحماها من الحارس اللي اعترض طريقها. فعينيها اتشدت عليه، عرفته ده هو باي فان، وحست ان اخيرا في حد ممكن ينقذها بعد السنين دي كلها. وهنعرف تفاصيل اكتر قدام. وقومها وحط الجاكيت على كتفها، كان بيطمنها من غير كلام ان هي هتكون في امان. والرئيس وصل متأخر. انت واخد الناس بتوعي ورايح على فين؟ انا اللي لقيتها الاول. بذمتك كنت هتلاقيها من غيري اصلا؟ ما انت علمتني ان دايما في اول وفي تاني. انت هتكبر امتى؟ لما تكبر انت الاول. ولفوها عشان يشتموا بعض كويس. مهزقين قوي ولادي قوي. ولما شافوا حراس المكان جري وخدوها في ايديهم وهي كانت مبسوطه قوي. وانا ما بقتش عارفه ابص على المانجايه دي ولا على المانجايه دي. فيتامين الف يمين وفيتامين ب شمال والامن والامان كله. اجري معاكو وتمت العمليه بنجاح. ازيك يا نجاح وازاي امك؟ وبيمر الوقت وكانت بردانة، فصعبت على باي فان فقفل الشباك وعدل لها الجاكيت عشان يدفيها. يا حنين، هو انتوا مين؟ انا سيد جانج، مدير قسم الامن في شركة الكريستال، والسيدة مو طليت اخوكي امرتني الاقيكي وارجعك البيت. وانا باي فان حارس امن، قصدي مدير قسم الامن المستقبلي. شكرا لانكم انقذتوني، بس انا ما ينفعش ارجع البيت ده تاني. ارجوكم هموت على ايديهم. انتوا مش عارفين اللي انا مريت بيه. فزعلوا عليها، بس دي مشاكل عائليه ولازم يركزوا على الهدف ويرجعوها عشان يضمنوا وجودهم في الشركه. فباي فان قال له ان الطريق السريع مقفول دلوقتي بسبب عطل ولسه بيصلحوه، فسمع كلامه وراحوا فندق يقضوا الليله فيه لحد بكره. وقالوا للاستقبال احنا اخوات. انتم حلوين قوي كده ليه؟ واضح ان جينات ماما وبابا كانت خارقه. ايوه يا بيبي حصل، دي حتى خرقت السقف نفسه. وانتهى بيهم المطاف في اوضه واحده عشان ما فيش اوض، والرئيس كان حاميها بظهره عشان تغير هدومها وما تبصش على البلبوس اللي قاعد يستحمى عينك كده. ايه في الستاره باظت. اخش اقتلهونه انا لبست خلاص. تمام، المهم لما نرجع بكره هكون جنبك ومش هسيبك، فما تخافيش مني، انتي زي اختي. لكن اللي جوه ده متحرش، فخلي دي معاكي، لو قرب منك موتيه. وسابها ومشي. والكلبوب طلع لها بالبورنوس. لا دي مش بتتمسك كده، المدير جانج ده متحرش، لو قرب منك موتيه كده على طول. وسابها ومشي. ولادي قوي، تربيتي قوي. وبيمر الوقت وشياو كلموه، انا لقيت تشانج وبكره هرجعها بنفسي. بتكلم مين؟ انت مالك؟ مالي في جيبي. مش يمكن لما تحكي لي وتفضفض لي زي زمان اقدر اساعدك؟ ما حدش ساعدني قبل كده عشان تساعدوني دلوقتي. وهو انت كنت طلبت مساعدتي قبل كده وانا قلت لا؟ انت بالذات مش محتاج منك حاجه. وسابه ومشي. كان ما اقدر زعله منه ومن العالم كله. وجي وقت النوم وفضلوا يشدوا من بعض المخدة. انزل نام على الارض. انا مش هعرف انام طول ما انت نايم جنبي كده. مش هنزل وهنام هنا براحتي. فقلبوا من على السرير. نوتشة فيهم وفضلوا يشدوا من بعض اللحاف. بقول لك سيب. مش هسيب، انا هدخل عليهم بالشبشب دلوقتي عشان انا معرفتش اربيه. ممكن توطوا صوتكم شويه؟ مش عارفة أنام. فسكتوا. ولما غرق في النوم ساب له المخدة وافتكر من 3 سنين لما كان قاعد مع قائد العسكرية دونج وطلب منه يبطل تهور وتحقيق في قضية أخته، لأنه مهما يعمل القضية تأيدت انتحار. ده غير إنه بيتصرف من نفسه
نفسه بيخالف القانون بطرق غير شرعية، لكنه كان معترض. أخته مستحيل تعمل كده، في حاجة غلط ومش هيسيب حقها كده، وطلب منه يساعده يكمل التحقيق في السر، لكنه منعه وقال له طول ما انت في المعسكر هنا لازم تلتزم بالقوانين، فقرر يستقيل عشان يعرف يجيب لها حقها. وباي فان لما عرف خبر استقالته راح له السكن يمنعه يدمر مستقبله من غير تشريح، مش عارف سبب موتها. ما انت عملته مرة واتنين وتلاتة وبرضه مفيش سبب، لازم توقف ده. ولما حاول يمنعه ضربه ونزلوا الضرب في بعض كتفريغ للغضب والحزن اللي جواهم عليها وعلى حالته، لكن بحركة غير مقصودة منه رجل شياو اتصابت، فصحي وهو متألم. صاحبه الوحيد هو اللي أذاه، عشان كده خرجوا من حياته وما لقاهمش في الأوضة، فخاف عليها وظهرت له فجأة تونج، فاتصدمت وهو افتكرها أخته فيها شبه منها، فحاول يمسك نفسه مش عايز يبان ضعيف. الأخ باي فان بيجيب فطار. طيب أنا هجيب العربية عشان هاخدك البيت دلوقتي، وسابها ومشي. فطلعت وراه، ولكن شخص مجهول خدها، ولما نزل واحد رصده فشافه في المراية وضربه، وعرف من صوته ان هو سانج، ففضل يلطش في أمه، ما هو واقف له زي العقدة في المنشار. يا لهوي، السيد التالت، حقك عليا، ما كنتش أعرف ان انت. لا يا شيخ، المهم انه هو هياخد لي حقي منك فوق. ففهم ان باي فان اتحالف معاه وخد تشينج عشان يكسب هو، ورجع وما لقاهمش، وخدها قدام عينيه ركبها العربية وعمل له باي باي، فتعصب وكان على اخره وغدر بيه للمرة المليون. وبيمر الوقت وراحوا قصر العيلة، جبتلك تشينج بنفسي، فاتصدموا ان هو اللي رجعها مش المدير جانج، وشياو جه وراه وقعدوا يتخانقوا مين اللي لقاها الاول. فموسى قالتها الاتنين لقوني مع بعض، مادام تعادل يبقى رهان مش محسوب، والمدير جانج هيفضل في منصبه، بس رهان كان هو اللي يرجعها الاول وانا كده اللي كسبت. وشغل التسجيل وهو بيقول له في انا اللي هرجعها، فتعصب عليه وكان بيولع. طيب خلينا نتكلم بعدين في الموضوع ده. وطلبت من الفريق ياخدوا تشينج على الشركة عشان تفتح الشريحة، وبصت لحبيب القلب ولقت زرار القميص مقطوع، وخدته تصدقه وتخيطه له بنفسها. هو انت وباي فان تعرفوا بعض؟ ليه كل ما بتشوفه بتتعصب كده؟ ده عيل عايز يتربى. يعني انت مش عاجبك ترتيباتي؟ انا اخترته عشان يساعدك، انت عارف انت اهم شخص عندي صح؟ لو انا اهم شخص عندك فعلا، ازاي ما عرضتيش ياخد منصبي؟ وفوق كل ده اتحالف مع سانج عليا، انا مش بطيئه. فقطعت الفتله، ودلوقتي الاتنين عايزين ياخدوا مكاني ومكانك، وانا عايزك تاخد كل حاجة وتتحكم في الكل، تكون احسن واحد. انا لو مش هعتمد عليك انت هعتمد على مين؟ بس انا لسه مقلقة منك، لو مش واثقة فيا يبقى خلاص استنى، قسم الامن لسه بتاعك، بس هو هيتعين بس معاك سوري قدام المساهمين عشان ما يبقاش شكلي وحش، لكن السلطة بتاعتك انت. وهو من البداية بيوهمها بالحب عشان يفضل في الشركة ويبقى اقرب حد ليها ويعرف اسرارها ويوصل للي حصل لاخته، لكنه مش عايز لمستها دي، مش شخصيته، ما بيديش قلبه بالطريقة دي، وسابها ومشي. وكانت بتتمنى ينقذها من عذابها قبل فوات الأوان، وفجأة صوت تشين بدأ يكلمها ويتحكم فيها من جواها. مبسوطة وانتي مع راجل تاني ها؟ وهو ده العذاب اللي كانت عايزة تتحرر منه ومش عارفة، وما بقتش قادرة تتحكم في ايديها، زارع فيها شريحة تحكم عشان تنفذ أوامره، وهنعرف تفاصيل أكتر قدام. وبنرجع فلاش باك، هي وشياو في أوضة خاصة في الشركة مجهزين له فيها كل المعدات الطبية لأنه في غيبوبة المفروض، لكن وعيه صاحي متصل بالجهاز وبيتحكم فيها عن طريق الشريحة. خطة هايبر كنترول 3 ما تقدمتش لحد دلوقتي، المساهمين مش مبسوطين، مفيش تطور. عارف، برغم ان انا وتشين انفصلنا، بس الشركة دي جزء من مسؤوليتي ولازم احميها لحد ما يفوق، لو سبتها اخوه سانج هيستولى عليها. تفتكر هو اللي سرق هايبر كنترول 2؟ بس اوعى يكون الشخص اللي سرقها يطلع انت، انا هزعل جدا وهقتلك، اصل اللي بيحصل دلوقتي ده بيشككني فيك. فحاول يتمالك نفسه ويدعي البراءة، وخلصت الذكرى. تاني يوم كانوا في قسم التطوير، ومدير القسم طلب من تشينج تعمل مسح لقزحية عينيها عشان يفكوا شفرة الشريحة اللي معمولة على الدي ان ايه بتاعها، وبالفعل عملت المسح وسابت بصمتها، لكن الصدمة الجهاز ما تعرفش عليها. فسانج اتهمها ان هي مش تشينج الحقيقية، وطلب منها دليل يثبت ان هي بنت العيلة، فورته الندبة اللي سببها لها زمان، الندبة اللي عاشت بيها طول عمرها، وحاولت تحبس دموعها والغضب سيطر عليها، وهددته ان هي مش هتسكت له تاني، وانهارت. فصعبت على باي فان
فان وغطاها بالجاكيت بتاعه بعد ما حس بالقهر اللي عاشته في طفولتها. تاني يوم مو كانت عايزة تقعد معاها وقالت لها إن قبل ما أخوها يتعب كان دايما بيحكي عن علاقتهم الجميلة، ورغم إنها بنت غير شرعية للعيلة إلا إنه كان بيعاملها كأخته فعلا، ما هي من أم تانية، وإلا ما كانش يستخدم الDNA بتاعها كمفتاح لشرايح الشركة، وإنه وصاها تتعامل معاها كويس كأختها الصغيرة، وقدمت لها هدية شرب أحمر زي اللي كان أخوها بيحب يلعب بيه معاها وهي صغيرة، وطلبت منها تيجي تشتغل معاهم كمتدربة في الشركة وتتحمل المسؤولية لحد ما يخف ويفوق لها، وما تنساش تعدي عليه تهتمي بيه عشان هو مشتاق لها قوي، وهي عارفة إن اللي بيتكلم دلوقتي ده هو مش مو، وافتكرت ماضيها وكل اللي تعرضت له وجرت على الحمام مخنوقة منهارة وحاولت تتمالك نفسها. دلوقتي هي كبرت وحلفت هتنتقم من الكل على اللي عملوه فيها، ولسه وراها سر كبير. تاني يوم راحت لأوضته في الشركة وجابت أدوات الحلاقة. ما تخافش هحلق لك دقنك، بس مش انت كنت عايزني أعدي عليك برضو؟ وسكرتيرة مو شان خدت شياو وبايفان لمكتب مدير الأمن. الكارثة إن مفيش غير مكتب واحد بس للمنصب ده، ولازم يقعدوا هما الاتنين فيه غصب عنهم. طبعا الكلبوب سبق وقعد على الكرسي وساب الرئيس واقف. الكلب السيد بايفان، في مشاكل في بياناتك، قسم الموارد البشرية محتاج يحقق معاك تاني. أصل أنا كتبت تقرير محترم عن خلفيتك. أصل مكتوب إن أنت كنت شغال في شركة أنونج، بس الموارد البشرية ما لقوش شركة بالاسم ده. أنت عايز مني إيه وتعديها؟ نص الCD وترجع المعسكر. فوافق وساب الكرسي للباشا يقعد. ويمكن أنا كتبت غلط، الشركة كانت نينج مش أنونج. وبمجرد ما خرجت مسكوا في بعض وهتك يا ضرب، ودخلت عليهم فجأة فاتصدموا وعدلوا نفسهم بسرعة. في ايه؟ السيدة مو طلبت مني افكرك تركز على خطة لفتح الشريحة بسرعة. تمام اتفضلي. واول ما الباب اتقفل نزل فرمي فيه وجاكيته اتقلع في ايده والمكتب اتقلب ساحة حرب. فدخل التاني، فالكلبوب عمل نفسه بيقلب في الملفات. أنا نسيت أقول لحضرتك إن السيدة مو قررت إن السيد بايفان يساعدك في المهمة دي وتكلفه بأصعب تاسك عشان تلاقي وقت ليها تحميها. وقفلت عليهم ورجعوا يكملوا طحن في بعض، وجاكيت شياوتر منه المرة دي ودخلت للمرة الثالثة. فلقت الرئيس بلبوس من الضرب كده. فيه إيه تاني؟ أصل قسم الموارد البشرية بلغوني إن أوراق السيد بايفان اتقبلت خلاص، ولما طلعت عدموا بعض العافية. وراحت لمو وحكت لها اللي شافته وان هما بيتخانقوا على المكتب زي العيال ومشيت. الاتنين ماسكين في بعض دلوقتي، يعني ما طلعوش تبع بعض. اطمن، كانت عايزة تبعد الشكوك عن شياو على امل ينقذها منه في الاخر. وبعد ما قفلوا الحساب بينهم رجعوا وكأن شيئا لم يكن. احنا كده تعادلنا، ما تخبيش عليا حاجة تاني بقى. وفتحوا هايبر كنترول 2 مع بعض، لكن طلعت محتاجة بصمة وش تشينج عشان تفتح برضه. فشياو راح لها بسرعة وعمل بطل وانقذها من تريات الموظفين ان هي جديدة وكده، ودافع عنها قدامهم، فتأثرت بيه وخدها المكتب. قبل ما أي حد بيتوظف هنا لازم نصوره الأول عشان قواعد قسم الأمن، انتي عارفة الأمن والأمان. ففهمته والكاميرا مسحت وشها، فضلها كلمة حلوة كده تخلي يومها حلو زي وشه، فشكرته وسابتهم ومشيت. أنا اللي أنقذتها من شوية أصلا، إيه اللي يخليها تشكرك أنت؟ أنا أصلا كان نفسي أقولك من زمان إن وشك الكشري ده يقطع الخميرة من البيت. مين ده اللي هيطيقك وأنت أساسا مش طايق دبان وشك ده؟ أنت كنت بعبع المعسكر. وهي رجعت، المرة اللي جاية هعزمك على أكل. فشياو افتكرها بتشكره هو لحد ما نطقت الأخ بايفان وما بقاش عارف يروح فين ويجي منين ومشيت. انت هتبطل لعب على البنات امتى؟ ايه الناس اللي غيرانة من وسمتي وحلاوتي دي؟ عايز بوستين على وشه، قصدي قلمين على وشه. وبصمة الوش فتحت، لكن لسه محتاجين باسورد. فشياو قرر يروح لياوجي عشان يفك الشفرة. وبالليل بايفان راح للمقر السري اللي بيقابل فيه القائد العسكري دونج في المطعم اللي مجندين ونصالحهم. معسكر العاصفة دلوقتي بقى مكلف رسميا من الشرطة بالتحقيق في شريحة هايبر كنترول 3. الشريحة دي لو اتفتحت هتدمر البشرية، واحنا عايزين نعرف ايه اللي موجود في هايبر كنترول 2، فدي مهمتك ولازم نمسكهم متلبسين. وبعديها شياو كان قاعد في البار بعد ما ياوجي قاله ان الشفرة هتاخد ايام عشان تتفك، وفضل يشرب ويفتكر تونج. الذنب الندم خنقوه، ما قدرش يحميها ولا حتى عارف سبب موتها ولا قادر يجيب لها حقها، والقضية خلاص اتقفلت. المعسكر اللي اداله سنين حياته لخدمة الوطن خذله ومنعه ورفض يساعده يجيب حق أخته، فكان زعلان من نفسه إنه يعتبر اتحول لمجرم عشان يلاقي الحقيقة. وبايفان كان بيراقبه من بعيد، شايفه بيعاقب نفسه على ذنب ما عملهوش، فراح له وقعد معاه فقام يمشي مش طايقه. اسمع الأغنية دي طيب لحد الآخر، تونجي كانت بتحبها. خلص مش فضيلك، أنا عارف إني غلطت في حقك وأذيتك زمان وده كان غصب عني،
بس اكيد مش لدرجه ان احنا نقطع علاقتنا ببعض، احنا كنا اصحاب برضه. اشرب معايا الكاس ده على الاقل. مش هشرب معاك. وبعد ساعه من مش هشرب معاك كان ماسكه هو تينا وخدوا قعدوا. بتجرجرني كالعاده ها؟ بقول لك ايه، الدنيا ما سابتش حد ما بهدلتهوش. ما تفوق كده وترجع زي زمان، اسد ما يهزك ريح. وانا معاك. انا عارف انك عميل سري في الشركه، بس مش عارف هل ده لخدمه الوطن بس ولا عشان تاخد لي حقي؟ بما انك لازق فيا كده بغيره. اخد لك حقك؟ انت مين اصلا؟ انا ما اعرفكش. بس شياو كان فاهمه، عارف ان هو كمان حاسس بالذنب وعايز يساعده وينتقم معاه ويحافظ على صداقتهم، واداله حبايه تفوقه من السكر. ايه عايز تسممني؟ نفسي في مره تسمع الكلام وانت ساكت، وعقابا ليك هسيبك تروح لوحدك. وقام مشي. انت لسه ما تخطيتش موتها، ولا انا، بس مش هسيبك لوحدك. انت صاحبي وهنخلص كل حاجة سوا. ولقاه سايب له شارة المعسكر بيفكروا ان هو كان قائد في يوم من الايام بيحارب الشر مهما كان. تاني يوم في الاجتماع، سانج دخل عليهم بعد ما اتشل مؤقت بسبب وقعة الكلبوب. انا لقيت الخاين اللي دخل اوضه البيانات السرية، مش واحد دول اتنين. واحد لابس زي الامن والتاني لابس اسود في اسود، ووعدهم ان الذكاء الصناعي بتاع الشركه هيركب الوجوه ويكشف هويتهم في يومين. فتوتروا وقرروا بعدين يحلوا الموضوع ده قبل ما يتقفشوا. فجه يكلم ياوجي، لقى الكلبوب بيكلمه فاتصدم وخد منه التليفون. امسح رقمه يا جزمه، انا قلت لك كام مره ما تتعاملش مع الكلب القذر ده، انت تبعي انا مش تبعه هو. فالكلبوب رش كحول على الموبايل وقعد يعقم، قال يعني الرئيس هو القذر. يا قذر يا فاسد يا فاسق انت. ورجله على رجله. وقابله هاكر محترف ادالهم فلاشة فيها فيروس يزرعوه في لابتوب سانج وهو هيبدل الوجوه من بعيد، وعملوا خطة ورجعوا له وقعدوا يتخانقوا على الكرسي اللي جنبه زي العيال. انتوا عيال، ده حتة كرسي لا راح ولا جه. فالكلبوب راح قومه من الكرسي المتحرك. والله ما حد فينا هيقعد عليه غيرك، مش معقول سيادة التالت ما حدش يهتم بيه كده. وشياو استغل الفرصة وحط له دواء اسهال في الشاي ولاجي قوي. وبالليل بطنه وجعته فجري على الحمام، وساعتها شياو اتسلل عشان يحط الفلاشة في اللاب. وباي فان كان بيراقب الكاميرات ولعب بيه، خلي بالك حد وراك. فنزل بسرعة. يا لهوي الرئيس الجبان ده. ماشي يا كلب البحر، انا هبدل لك وشك بقى فاك، بس خلص بس. وحط الفلاشة في اللاب وبدأت عملية الفيروسة. وفجأة سانج رجع فقعد يحذره، هيلعب غيرها ابقى حمار لو صدقتك تاني. كان فاكر انه بيكذب عليه كالعادة، فقعد يتحايل عليه صدقه قبل ما يتفتحوا. فاتصرف هو وراح اعترض طريقه بالكراتين وقال له انا هساعدك ترجع المكتب. وفضل يلف بيه بالكرسي لحد ما دوخه ودوخ امي. وقفل الفرامل وعمل نفسه بيصلحها له، وقال ايه ظهره اتشنج ومش عارف يقوم. كلبوب قوي. وشياو كان سامع اللي بيحصل بعد ما صدقه أخيرا، وفجأة حارس أمن طب عليه فاستخبى منه، وفي الآخر خدره بس كان اتعور وكتم ألمه ورجع يكمل عملية الفيروسة وتمت بنجاح. والكلبوب أول ما عرف فرح، فسانج وقع منه ورجع شاله وحطه في الكرسي. دلوقتي ظهرك بقى كويس ها؟ ظهري أصل لما بعمل كده اهو بيخف، حتى بص كده اهو. يلا اتفضل يا تالت، ده انت كائن غريب. وسابه ومشي. وبعديها خرجوا يسهروا مع ياوجي، والريس كان قافل وشه كالعاده. مش هتبطلوا تفاهه بقى؟ الدراسات اثبتت ان التفاهه بتطول العمر، سيبك منه ده هيموت بدري. وقوموا امشوا من هنا، انا لا طايقكم ولا طايق نفسي. فياوجي اتوتر، خاف يتحول عليه ويفترسوا دلوقتي وسابهم وجري. مش هتبطل تخوف الناس بقى؟ طب ايه اللي يراضيكوا اعملهولك؟ ما تعطلنيش وما تتدخلش في حياتي. ده عن ده. انت يالا انت لسانك فلت زيك. انا ماشي. رايح فين؟ هغور من وشك. استنى، هو ياوجي هيفك شفرة ملف دونج امتى؟ مش اقل من 3 ايام. وسابه ورجع بيته هلكان. كنتش فين يا لحمة لما كنا جزارين يا يو؟ وقعد يضمد جرح ايده، لكن الجرح الحقيقي كان في قلبه في روحه. وقعد مكانه اللي بيقعد فيه بقاله 3 سنين، كل ليلة على نفس الحال مع ذكريات أخته. حابس دموع، مش هيرتاح غير لما يعرف ليه، ومش عايز بايفان يتدخل ويتأذي بسبب انتقامه. مهما عمل فيه زمان فهو مسامحه، مهما يحصل هيفضل صاحبه زي أخوه. عارف ان هو عايز ينتقم له ويخدم الوطن، بس لازم يبعد عن سكته عشان ما يتأذيش وما يعطلوش على حساب الوطن. تاني يوم سانج عرض على الشاشة صورة الخاين اللي دخل اوضة البيانات، وفجأة طلعت لهم صورته هو. فالكل اتنمر عليه ويبقى يبلع الذكاء الصناعي بتاعه ده ويشرب ميته. وسابهم ومشي مغزول مذلول مدحور ممسوح بكرامته الارض. يلا نبدأ الاجتماع. فعشان السكرتيرة اتكلمت، احنا عملنا فحص دي ان ايه تشينج وما لقيناش فيه اي مشكلة، واتضح ان المهندس اللي عمل جهاز هايبر كنترول 3 سرق شريحة من جواه قبل ما يهرب. فالجهاز دلوقتي ناقص، عشان كده ما تعرفش عليها بالكامل. والمهندس ده اسمه تشينبو، وعرفتهم عنوانه تفصيليا، والمطلوب دلوقتي ان هم يلاقوه
ويجيبوا الشريحة، فمو كلفتهم بالمهمة دي. فشياو قعد يتحجج ان هو لازم يفضل هنا ويحمي الشركة، فالكلبوب زنقوا معاه وان هما تيم واحد، الامن والامان، ولازم يطلعوا سوا. شياو عايز يستنى ياوجي يفك ملف تونج ومش همه الباقي، وباي فان عايز يعرقل فتح الشريحة ويخدم بلده. وبالليل مو استفردت بالرئيس، هو انت ليه مش عايز تروح معاه؟ عايز افضل هنا واحميكي، وانا كمان نفسي تفضل معايا، بس لازم تروح عشان اكون مطمنه، انت راجلي الوحيد، بس اوعى تغدر بيا، انا عمري ليكي وحمايه الشركه مسؤوليتي. ساعات بحلم اني ازرع فيك شريحه تكنولوجيه واعرف جواكي ايه وبتحبني قد ايه. انت لسه مش واثقه فيا؟ لو مش هثق فيك هثق في مين؟ بس المهندس القديم تشين بو ده مش سهل، انا عارفاه. انا عايزاك تجيب نفسك انت والشريحه وترجع لي سليم. تاني يوم كانوا في العربية بعد ما الكلبوب عرف إن ملف تونجا هيتفتح بكرة، فلازم يجيبوا الشريحة بسرعة. ووصلوا المكان بس لقوا مطعم على الطريق، والغريبة إن ده عنوان تشينبو، فقعدوا ياكلوا حاجة بطنهم بتشتمهم، وفجأة هجم عليهم 3 رجالة. فالكلبوب قام يسيطر على الموقف، بس الرئيس اكتشف إن هم حاطين مخدر في المشروب، والمطعم طلع فخ وأغمى عليه. وباي فان وقع وراه وفضل يناديه بصاحبه وإن هو آسف. وبيمر الوقت وصحيوا لقوا نفسهم مربوطين وفضلوا يشتموا في بعض وفي بطنهم اللي جابتهم ورا. مش عيب على سنك يا ريس تقع الوقعة دي؟ بس يا حيوان انت شوف نفسك الأول. مش عارف من غيري كنت عملت ايه، ما كنتش جيت أصلا. فحاولوا يقوموا يوصلوا للقصافة يقطعوا بيها الحبل، بس الكتلة مش مساعدة. الرئيس طول الحجم العائلي والتاني غلبان مرتبة مفسية، وفي الآخر قدروا يفكوا الحبل. إلا صحيح قبل ما يغمى عليك قلت لي ايه؟ هقول لك ايه يعني؟ واول ما خرجوا اتصدموا بالعصابه مستنياهم، ويا ريتك يا ابو زيد ما غزيت. وفي الوقت ده تشينج حاولت تتصل بيهم، ما حدش بيرد، فسألت شان فعرفتها ان هم راحوا للمهندس تشين بو القديم، وحكت لها حوار الشريحة المسروقة وعرفت العنوان منها، وقلت عليهم فقررت تروح بنفسها تنقذهم. ما بلاش انتي. والاتنين كانوا متحسرين من جميع الاتجاهات. سامحنا انا يا ريس، هو السبب القذر الفاسد الفاسق ده. لو ناويين تموتونا وكده خدوه هو، انا اغلى. هتتكتم امتى؟ الشركة دي عايزة مني ايه تاني؟ انا عارف انكم جايين عشان الشريحة دي. ووريله السلسلة اللي محتفظ بيها، احنا موافقين على اي شرط تطلبه. شرطي هو ان الشركة دي تختفي من الوجود. انتم ما تعرفوش عملوا فينا ايه. بس قبل ما يكمل كلامه جاله اوردر تسليم بضاعة، فسابهم ومشي، وكتفوهم تاني ورجعوا يشتموا بعض تاني. بقى انت كنت عايزهم ياخدوني ويخلصوا عليا؟ ما حصلش، ده انا كنت بمثل بس عشان نكسب وقت. تمثيلك وحش، ما اقدرش اتخلى عنك. مين هيهزقني ويشتمني بعديك؟ انا يا بيبي اللي ههزقك وهشتمك بعديه. يا كلبوب يا ابن الكلبوب يا مهزق يا اللي عايز تتهزق، دخلوني اديله على وشه ويلعب غيرها. انا فضيت الصحوبيه دي من زمان. طب ما نخلي الخناقه دي بعدين، وتجرب انت تمثل المره دي وتاخد السكينه من العره ده ونفك نفسنا. فكان على اخره وقعد يصرخ عشان يجي لهم ويقدروا ياخدوا منه السكينه، بس اول محاوله فشلت، فعملها تاني، بس المره دي اتضرب على رجله اللي فيها الاصابه. فباي فان قدر ياخدها والشاط وخلص عليهم انتقاما لصاحبه، وخده وهو مش قادر يمشي، وهربوا لحد ما دخلوا اوضه تبريد، والعصابه قفلت عليهم من بره ورفعوا التبريد على الاخر، وكانوا مرعوبين مش عارفين هيطلعوا من هنا ازاي. وبيمر الوقت وتشينج وصلت للعنوان، بس الحراس قبضوا عليها، ما كانتش عارفة ان هم عصابة. وفي الوقت ده باي فان كان بيحاول يفتح الباب، وشياو كان بيتألم من الضربة اللي خدها في رجله مكان الإصابة القديمة، فراح يطمن عليه. ما تبصليش كده انا مش ضعيف. فحاول يدور له على اي حاجة تدفيه وحاول يغطيه، بس رفضوا عشان ما يبانش ضعيف، وقعدوا يتخانقوا مع بعض كالعادة، وانا عايزة ادخل الطشهم الاتنين، ده مش وقته. فقام بنفسه يدور على حاجة تدفيه، وايده اتلسعت من السطح البارد، فباي فان لحقه بسرعة. بس بقى اوعى تكون فاكر ان انت لسه صاحبي عشان تخاف عليا كده، ما انت رجلك تعبانه ومش حمل اصابات تانية. انا مش حملك انت، ابعد عني بقى. وسابه ومشي. وفي الناحيه التانية كانوا دخلوا تشينج لتشينبو على اساس ان هي فريسه لقوها هيقضي معاها الليله، فقومته عشان تنقذ نفسها وضربته وطلعت تدور عليهم، لكن في نفس اللحظه حد تاني هجم على المكان. بس كان شياو وباي فان وصلوا لمرحله صعبه، فخاف يخسروا. انت ساكت ليه؟ اتكلم، قولي اي حاجه، انت على طول لسانك اطول منك، يلا اشتمني هزقني. لكن شياو كان بيغيب، وجع رجله والتجميد مؤثر عليه. ما تنامش، لا ما تنامش، فوق. طب تعرف تونج كانت بتقول عليك ايه؟ كانت بتقول ان انت عامل زي البوتاجاز بتولع بسرعه، وهي ما كانتش بتعرف تصلحك وبتنام معيطه بسببك. بس يا حيوان، اختي عمرها ما تقول كده عني. طب انا كمان عرفت ان المدرب دونج كان عايز يطردني من المعسكر، وانت اللي لحقتني، وانا مرضتش اشكرك وقتها. مش هتشتمني بقى؟ وانت وهو هبل زي بعض.
كان عايز يطردك وانت كنت اشطر طالب عنده يا كلب. ايوه كده، اشتم كمان بس ما تنامش. لما تطلع من هنا قبلي لازم تفك تشفير ملف اختي وتجيب لها حقها. انا مش هطلع من هنا لوحدي، احنا هنطلع مع بعض وهننتقم لها مع بعض. بيفكرني ببيستي قوي، نتخانق من هنا وفي لحظة ضعف نتصالح من هنا ونقعد نعيط. طب ما كمل الاول وحاول يغطيه كآخر محاولة عشان يدفيه ويفوقه. وفي اللحظة دي تشينج دخلت عليهم، شعاع الأمل الجديد اللي أنقذ حياتهم. في نفس الوقت ده موت العتاية اللي هجمت على المكان، لأن شياو ما كانش بيرد عليها، فعرفت إنهم اتمسكوا ويرجعوا الشريحة. وأخيرا الجهاز هيشتغل. وكلمت تشين في انعكاس الإزاز تطمنه عشان ما يأذيهاش. برافو، هنحكم العالم قريب. تاني يوم شياو صحي لقى نفسه في المستشفى وباي فان جنبه كله تفكيره في أخته. ملف تونج اتفتح ولا لسه؟ فداله اللابتوب عشان يشوف بنفسه، لأن الملف طلع فاضي. وفضل ساكت مش عارف يقول له ايه، ما هو حاسس بيه. فشياو حاول يقوم لكن رجله ما شالتهوش، وهنا كانت الصدمة. الدكتور قال إن رجلك كان فيها إصابة قديمة والمرة دي تعرضت لضربة جديدة وتجميد، فلو أهلكتها ممكن ما تمشيش تاني. فاتصدم، مشاعر الغضب والزعل والألم اتجمعوا مرة واحدة وما بقاش طايقه أكتر ولا عايزه يساعده. هو السبب في الإصابة القديمة، ودلوقتي إزاي هيرجع حق أخته بعد ما خسر رجله؟ وبيمر الوقت وباي فان كان قاعد جنبه حاسس بالذنب، وافتكر من 3 سنين لما راح له السكن واتخانق معاه بعد ما استقال، وعايز يتخلى عن محاربة الشر بسبب الانتقام. والأمور تصاعدت لحد ما تسبب له بالإصابة في ركبته وخلصت الذكرى. كان حاسس بالندم والألم على صاحبه لأن هو السبب في اللي هو فيه دلوقتي. ولما لقاه فهق اداله التفاحة اللي كان محضرها له. مش عايز أكل، لما أقولك تاكل يبقى تاكل، مش عايز منك حاجة. فسابها له وتعصب وسابه ومشي، فضربوا بيها. وفجأة دخلت مو وقعدت جنبه تطمن عليه. أنا عرفت اللي حصل لك وعايزاك تعرف إن كل اللي يهمني هو أنت مش جسمك. فسحب إيده منها. لو سمحتي أنا تعبان وعايز أرتاح. ودخل بايفان عليهم. عموما الشركة قررت تديكم أجازة 3 شهور مكافأة على مجهودكم واللي حصل لكم. بس هو كان متضايق خلاص، ما بقاش ليه لازمة يقرب منها. حتى الملف طلع فاضي وسابتهم ومشيت. هو احنا ازاي هنحقق دلوقتي وهم ادونا اجازة من الشركة؟ اتكلم عن نفسك. انا ما كنتش هنا عشان عمليتكم، انا هنا عشان اجيب حق اختي وبس. ولو مش هتسيبني في حالي هقول له مو على هويتك الحقيقية واكشف كل حاجة. المعسكر اللي انت فرحان بيه قوي ده ما عمليش اي حاجة، ودم اختي راح في الارض. فما كانش قادر يرد عليه، مش عايز ينرفزه اكتر هو في الحالة دي، وسابه ومشي. وبيمر الوقت وكان قاعد طول الليل مقهور مخنوق، احساسه بالعجز بيقتله. خذل اخته. وباي فان كان واقف بره الاوضه طول الليل مش قادر يدخل يواسيه، عارف ان هو هيطرده ومش هيقبل مساعدته. ده كان قائد في يوم من الايام ومش عايز يصعب على حد، وفضل سهران لحد الصبح يمكن يحتاجه، لحد ما تشينج جت. هو انت واقف بره بتعمل ايه؟ اصله طردني من امبارح. فلما دخلت له حدفها بالازازه على اساس انه هو، واتصدم لما طلعت هي. فقدمت له ورد فشاف فيها اخته وحاول يهدي نفسه عشان ما تخافش منه. مهما كان هي ملهاش ذنب. وانا صغيره اخويا عمل فيا مقلب وتعورت في راسي والجرح اتلوث وما كانش بيلم، فافتكرت ان هي دي نهايه العالم. بس مع الوقت خف وشعري اللي وقع رجع طلع تاني. وانت كمان مع الوقت هتمشي على رجلك. اوعى تستسلم وخليك فاكر انك الوحيد اللي تقدر تعالج نفسك بنفسك. شايف البنت الصغيرة فاهمة ازاي؟ اسكت انت. وبعديها جابوله كرسي متحرك. انتوا اتجنتوا؟ انا هقعد على ده؟ يعني هتخرج من هنا ازاي؟ هشيلك على ظهري ولا ايه؟ ومين قالك اني هسمح لك اصلا تشيلني على ظهرك؟ وبعدين الاشكال اللي زي سانجا بس هم اللي بيقعدوا على الكراسي دي، انما انا قائد مهما حصل. فشاف طنط اللي صغرت له بعينيها الواقع عديم التربية ده، فاتمنى لو الارض تتشق وتبلعه دلوقتي. وبعديها دخلوا عليه وخايفين. بايفان طلع عكازات وكان متوتر، والرئيس ما لقاش فايدة فحاول يتحكم في مشاعره وخدها منه، اهو احسن ما مفيش. ورجعوه على بيته. ايه البيت الكئيب اللي زي صاحبه ده؟ ما تدخلوني اربيه شويه السيب الفليتش البويز ده. وبدا يرسله الادويه في مواعيدها عشان محترم ومتربي 5 مرات. هتمشي امتى؟ يعني ينفع كده؟ حتى كلمة شكر مش قادر تقولها، واشكرك ليها اصلا؟ انا ما طلبتش منك تساعدني، يلا امشي من هنا، خد الباب وراك. فسكت
عارف ان عزة نفسه قوية، حتى كلمة شكرا مش قادر ينطقها، كان متفهم ضعفه وألمه. وفجأة سمعوا صوت في المطبخ، فاتفاجئوا ان تشينج بتحاول تعمل لهم اكل. وبيمر الوقت وطلعت بالاكل المحروق اللي حضرته لهم بنفسها، وكل واحد كان مستني التاني دول اول حفاظا على روحه، ومش عايزين يكسروا بخاطرها. كفاية مجهودها الصغنونة الكتكوتة دي. وبعد ما كلوا رجعوا، الاكل حلو قوي، ده جميل. وبعديها الكلبوب اتخذ زمام الامور وطبخ لهم هو بمهاراته الفائقه. ابني قوي طالع لامه. وتشينج اتبسطت جدا من اكله عادي، يعني طعمه عادي. مش فاهم ليه كل الرجاله بتغير مني كده، ليه عندك ايه مش عندهم؟ وفضلوا يهزقوا بعض قدامها، فتأثرت بجو العيلة والإخوات. أنا بقالي كتير ما كلتش أكل حلو كده، آخر مرة كانت في عيد ميلادي وأنا صغيرة، ومن ساعتها ما حدش قعد معايا كده. كلامها وجعهم. المرة اللي جاية هنعملك عيد ميلادك. فاتصدمت، معقولة في حد يهتم بيها كده؟ وحست إنهم عيلتها الجديدة اللي لازم تحميها وتحافظ عليها، وحست بالذنب لأنها مخبية عليهم كتير. المدير جانج بيعرف يعمل أعياد ميلاد، كان عامل قبل كده عيد ميلاد لأخته تونج، وكأنه مجهز لها العالم كله، فهتتبسطي. فشياو افتكر وتأثر وقام يمشي قبل ما يشوفوا دموعه، فحاول يغير الموضوع. انتي كنتي قاعدة برا كتير؟ لا، أنا سافرت على طول بعد الجامعة. كنتي بتدرسي فين؟ جامعة بكين الشمالية. فاتصدم، أخته كانت بتدرس في نفس الجامعة، فالزعل بان على وشها وحست بالذنب أكتر. وبيمر الوقت وهما ماشيين، شياو وصى عليها إن هو يوصلها، ودخل المطبخ يرتب الحاجة، فسمع صوت الكلبوب لسه ممشيش، ولقاه بيدخل الأطباق، وفضل يرازي فيه. وقال إيه ما ينفعش يمشي إلا لما يلاقي شنطته اللي هو كان جاي بيها، اللي أصلا ما كانش جاي بيها. برضه مش هتقعد معايا وتساعدني؟ فخد العكازات منه وجري عشان ما يروحش وراه. مهما تعمل برضه مش هتعيش معايا وتساعدني يا كلب. وتشينج رجعت البيت، لقيت مو مستنياها. كنتي فين؟ كنت عند المدير جانج. فوقعت الكوباية من ايديها عشان تتكسر، وهي نزلت تلم الازاز فمسكتها عافية. الدنيا بره مش امان للبنات، لازم ترجعي بدري بعد كده، فاهمة؟ وضغطت على ايديها فتعورت، وكانت عارفة ان ده اخوها تشين اللي ما رحمهاش ولا عايز يرحمها. وبتمر الايام والكلبوب بقى ساكن مع شياو، وبرضه عمل اللي في دماغه. الصداقه المقدسه في السراء وجراء. من الصداقه المقدسه اللي جابتني ورا. بس لا، برضه لسه الدنيا بخير والعالم مليان باللي شبهنا. فشياو قام يلعب معاه، بس كبرياء وغلبه، ورمى العكازات وقعد وطلب منه يجيب له الكوره. ولما ما قدرش يصيبها من اول مره، باي فان حاول يخفف عنه. عادي اللعب وانت قاعد مش زي وانت واقف، لكنه رفض يستسلم وفضل كل شوية يطلب الكورة كأنه بيفرغ غضبه فيها، فخاف عليه يتعب أكتر. كفاية لعب، نرتاح بقى شوية. ففهمه وعاند وكابر وجه على نفسه وعمل كور من المناديل وقعد يلعب لوحده، كأنه بيقول له أنا مش محتاجك أصلا وهعمل كل اللي أنا عايزه بنفسي. فجاب له أوراق عشان يعملها كور ناشفة يفرغ غضبه فيها، ووقع تحت إيده كتاب من كتب تونج، فلما خد باله قطعه كله ورماه. ما خلاص مش هيقدر يرد لها حقها من وجهة نظره، وخد العكازات ومشي. وفي الوقت ده تشين كان بيتحكم في مو، لأنها مش طايقة أخته وبتعاملها وحش عشان غيرانة على جانج منها وبتتمناه وهو لأ. فعرفها إن هو جاسوس عليهم وهيكشف لها كل حاجة قريب عشان تبطل تدافع عنه، وعاقبها على معاملتها لأخته، فكانت مسلوبة الإرادة تماما. تاني يوم باي فان خد شياو لمطعمهم المفضل عشان يفك عنه شوية، قاعد جنبه وشايف حالته النفسية المنهارة وهو بيحاول يداري على ألمه بالهزار السخيف على الموظفين. كان بيضحك عشان يبين ان هو كويس، لكن الحقيقة غير كده. فقرر يفضل ساكت ويديله وقته ويسمعه لحد ما يفوق لنفسه من جديد. لحد امتى هتفضل مكتئب كده؟ وهو ده شكل واحد مكتئب؟ ده انا هاكل السفرة دي كلها. فخده للمقر السري اللي في المطعم التابع للمعسكر، وهناك اتفاجئ بظهور القائد دونج على الشاشة. ألف سلامة يا بطل، كنتوا متفقين تجيبوني هنا صح؟ لو ما عندكش كلام مهم انا همشي. 3 سنين وانت متخفي عننا، مش آن الأوان تساعد الشرطة وتنتقم لأختك بمساعدتنا؟ دلوقتي افتكرتوني؟ من 3 سنين كنت بترجاكم تساعدوني ورفضتوا، ودلوقتي بعد ما فقدت رجلي وقوتي جاي تقولي أساعد؟ 3 سنين وأنا في الشركة دي عشان أوصل لمعلومات عن أختي، ولما قربت أكشف الحقيقة تبعتولي ده عشان يعطلني أكتر؟ أنا دلوقتي عاجز، لا قادر أجيب حق أختي ولا حتى أساعد وطني، فمليش لازمة. بس الدنيا اتغيرت دلوقتي والشرطة معانا، وانا لسه شايفة القائد في المعسكر. انت وباي فان هتشتغلوا وهنعطل الشريحة ونحمي العالم من شرهم. فات الاوان خلاص يا قائد، انا ماليش لازمة.
لا الأختي ولا الوطني. فباي فان حاول يمنعه يمشي عشان يسمع كلام القائد للنهاية، لكنه سابهم ومشي وطلع بره المطعم قبل ما يلحقوا، فسابه لوحده عارف إنه مش هيروح بعيد، هو بس عايز فرصة يفكر. ورجع عشان ما يحسسوش ان هو صعبان عليه اكتر من كده، وقعد يفكر ازاي كان قائد كبير وماسك معسكر كامل ودلوقتي بيتدمر قدام عينيه، وما بقاش عارف يتعامل معاه ازاي. صاحبه بيضيع ومش عارف يساعده ولا حتى يقومه من جديد. وفي اللحظة دي شخص غريب من أصحاب الإعاقة قام فجأة وهجم عليه هجوم مش طبيعي، فباي فان حس بحاجة غلط وجري يلحقه، لكنه هجم عليه وقوته ما كانتش عادية. فشياو أنقذه على آخر لحظة وكانوا مصدومين، مين ده وليه كان عايز يقتله؟ ولما رجعوا البيت وبحثوا في خلفية الشخص ده اكتشفوا إن هو خلص على نفسه. حاجة غريبة، أكيد في حد كبير ورا الموضوع ده، لكنه ما كانش مهتم، شايف إن حياته خلاص ضاعت وبقى عايش جسد بلا روح. فباي فان راح للقائد وحكى له على كل اللي حصل، وبعديها قعد يفكر لوحده مين اللي ممكن يكون ورا محاولة الاغتيال دي وليه. في نفس الوقت ده شياو كان قاعد بيتأمل صورة أخته، وفجأة اتولدت جواه لحظة شجاعة، لازم يقوم، لازم يحارب، لازم يرجع يمشي من جديد عشانها. وكان ممنون لباي فان رغم انه هو بيطرده من حياته للمرة التانية، لكنه اتأثر بشجاعته وإصراره على رجوعه كقائد عظيم بيحارب الشر مهما كان، فما ينفعش يغزل اللي حواليه أكتر من كده. وبالليل باي فان ما قدرش ينام من إحساس الذنب إن هو السبب في تعب صاحبه وإنه زودها عليه بدل ما يساعده. وفجأة شافه بيحاول يقف على رجليه، كان فخور بيه وعارف إن القائد العظيم مستحيل يستسلم بسهولة كده، وقريب جدا هيرجع لنفسه. وبتمر الأيام وبقى بيساعده يعمل تمارين العلاج الطبيعي وهو ما بيصدهوش زي الأول، ما هو الوقت بيعالج الجراح، والصحاب عملة نادرة ومش أي حد يستاهل اللقب ده. ما تدخلوني أخدهم في حضني، أنا فخورة بيهم قوي، ولادي قوي والله، ولادي قوي. وبعد 3 شهور من التعب والتمارين الوحش الكاسر القاسر رجع للساحة بإصرار وإرادة أقوى من الأول بمساعدة المنجاية الحلوة دي، وهتجيب عليها وطيها. أنا راجع الشركة بس عشان أجيب حق أختي، ما تحلمش كتير عليا أنا برضو. ودخلوا مكاتب الموظفين. بعد التحقيق الراجل اللي هاجمني طلع قعيد بقاله 10 سنين وما كانش بيتحرك من السرير. إزاي في اليوم ده قام وقف فجأة كده وبالقوة دي؟ أنت لسه طالع من المستشفى، يا ترى مين اللي عايز يتخلص منك؟ أنا شاكك إن الشركة عرفت هويتك بس مش عايزين يعملوا دوشة. وبتمر الأيام وياوجي جاب لهم معلومات أكتر عن خلفية الراجل اللي هاجمه، وإن هو كان متطوع في تجربة طبية سرية من 3 شهور، وبعديها قام مشي فجأة، لكن بقى عنده ندبة صغيرة أثر التجربة، وتصرفاته بقت غريبة حسب كلام مراته بعد ما ضغط عليها. ورئيسة التجربة دي كانت شان السكرتيرة، وكل ده كان في الخفاء، فاستغربوا شان، فقرروا يبدأوا بيها كطرف الخيط، وعملوا خطة يشغلوها عشان باي فان يقدر ينسخ بيانات ملفاتها، وكالعادة الرئيس هو التشوم عشان عنده حاجات مش عندهم. وحاول يتقرب منها في الاستراحة ويغريها، وهي أصلا كل ما بتشوفه بتنهار، كان تقيل عليها لدرجة إن هي وقعت له من أنفاسه الثقيلة. أنا شايفك الأيام دي بتسهري كتير في الشغل، شكلك مجتهدة جدا. أصل عندنا مشروع مهم لو نجحت فيه هترقى. طيب خدي بالك من نفسك، الشغل الكتير بيهلك الجسم. شايفة أنا تعبان إزاي؟ المساج هو الحل، ده أنا مهاراتي ممتازة. ماشي، إيه رأيك تجيلي النهاردة بعد الشغل في مكتبي؟ فما صدقت وجريت تجهز المعدات من دلوقتي. وبالليل كان مستنيها غصب عنه، والكلبوب بيتريق عليه في السماعات وهو بيقتحم مكتبها عشان ينقل الملفات. تحب أعلمك إزاي تتعامل مع البنات ولا هتسيبها هي تسيطر؟ لسه ما تخلقش اللي يتحكم فيا. بس اتصدم لما دخلت عليه لابساله شراب شبكة، بقت متوحشة قوي ومعاها معدات خدمات منتصف الليل، إيشي كلبشات على إيشي كرباج على إيشي حبال. وبدأت أول مراحل المساج وهو مش عارف يروح فين ويجي منين وعايز يعيط. ممكن نبدأ بالكتف الأول؟ والكلبوب كان سامع كل حاجة، وبدأت تعاين البضاعة ومحتارة تبدأ منين ولا منين، ما المطبات كتير. وبدأت مرحلة المساج التانية وهو كان بيستنجد بيه يخلص بسرعة قبل ما تخلص هي عليه. وفضلت تقوله كلام كده بما يفيد يعني جرائية مانجا، مهما عملك مش عاجبة، ما تديني حتة وتيجي معايا السكة، اكمنك زبدية تعملي كده فيا يا حبيبي، عايز يعيط. والتاني لسه محتاج شوية وقت، الملفات تقيلة فاضطر يضحي بأعز ما يملك في خدمة الوطن. وبعد ساعة باي فان راح له بعد ما مشيت ولقاه بيفك الكلبشات. كلبشتك؟ فخدها منه بسرعة، برستيجه راح. انتي اتكلبشت يا بيضة؟
يا خسارة مركبتش كاميرات، كان نفسي اتفرج. وفضل يدور يمين وشمال يمكن يلاقي كرباج كده ولا حبل كده، والرئيس كان يستشيط غضبا. وبعديها قعدوا يفلتروا الملفات اللي خدوها، لكن للأسف ما لقوش أي حاجة مشبوهة ولا حتى ملف باسم مشروع جديد مثلا، وكأنها واخدة احتياطاتها كويس. وفضلوا سهرانين لحد الصبح. تاني يوم سمعوا خناقة بره، ولقوا سانجي بيتخانق معاها لأنها رافضة تقول له مواعيد التجارب السرية. أنا أخو صاحب الشركة دي، المفروض أعرف، وبعدين إزاي مش حاطين اسمي؟ مش من صلاحياتي، السيدة مو هي اللي موصية على الموضوع ده يبقى سر. فقرروا يوقعوه في الكلام، يعرفوا منه أي حاجة عن طبيعة التجارب دي، واعترضوا طريقه وقعدوا يستهبلوا عليه وإن هم محتاجين يأمنوا مشاريع الشركة الجديدة للأمن والأمان. فاكرين هتضحكوا عليا كده؟ أنا عارف إن الحاجات التكنولوجية دي مغرية قوي وفضولكم قتلكم، بس برضو مش هقول لكم، أنا ذات نفسي لسه معرفتش. وسابهم ومشي. فجأة ولاحظ ندبة ورا رقبته. أنا متأكد إني شفت الندبة دي قبل كده. فباي فان وراله صور لموظفين كان واخدهم في الطاقم الطبي، وكلهم عندهم نفس الندبة في نفس المكان. لازم أكلم يوجي دلوقتي يحقق في الموضوع ده. وبالليل تشانج كانت تعبانة من الشغل، وفجأة الكهرباء قطعت. اترعبت، لكن اتفاجئت بباي فان وشياو داخلين عليها بتورتة عيد ميلادها. اتأثرت، في حد افتكر عيد ميلادها، والدموع كانت محبوسة في عينيها، واتمنت لو كانوا اخواتها بجد، لو كانت هي دي عيلتها الحقيقية. اتأثرت وحست بالذنب أكتر، بيحبوها وبيهتموا بيها وهي بتكذب عليهم، وقريب هيكتشفوا كل حاجة. وخدوها على مطعم مشاوي، بيضحكوا وبيهزروا مع بعض كأنهم 3 إخوات بجد. هي كانت بتعوضهم بطريقة ما غياب دونج، وهم كانوا بيدوها حب وأمان العيلة اللي اتحرمت منها. لكن مو كانت واقفة بتراقبهم، أو بالأحرى تشين نفسه اللي بيراقبهم. فتشينج بدأت تحكي لهم عن طفولتها الصعبة. أخويا الكبير كان عنده هوس بالتحكم والسيطرة، وأنا ما عشتش طفولة سليمة. مرات أبويا وسانج كانوا بيكرهوني، وعلى طول كنت لوحدي، فصعبت عليهم. من هنا ورايح اعتبريني أخوكي، ومش هتحتفلي بعيد ميلادك لوحدك تاني، وأنا كمان. والعمر طويل ولسه هتحتفلي معانا بكذا عيد ميلاد. وقعدوا يشربوا ويضحكوا، والجو كان كله دفى. وفجأة اتكلمت عن سانج وقالت لهم إن الفترة الأخيرة كان بيتصرف بطريقة غريبة جدا، واختفى يومين ورجع فجأة. ولاحظت ندبة في رقبته، وبرغم إن هو بيعملها وحش لكنه في الآخر أخوها من الأب، فهي خايفة يكون حد أذاه وهو مش عايز يقول عشان ما يبينش ضعفه. فالشك دخل قلوبهم أكتر إن تصرفاته اتغيرت. وتشين كان سامع الحوار من أوله لآخره، شايف أخته عمالة تبوظ مخططاته ومرمية في أحضان غيره، فقرر يجهز لها مفاجأة هنعرفها كلنا قدام. وبعديها راحوا ليوجي اللي قال لهم إنه كل الطاقم الطبي اللي في الشركة عندهم نفس الندبة، وما بقوش يسجلوا بيانات التجارب الطبية دي في ملفات الشركة بعد سرقة هايبر كنترول 2، فعشان كده ما لقوش حاجة في ملفات شان. وإنه مش عارف طبيعة التجارب دي إيه بالظبط، لكن في حد عارف كل حاجة. مين؟ الكينج ده، سمسار المعلومات، ماسك أخبار البلد كلها. صح؟ أنا سمعت عنه، شخص غامض بيبيع المعلومة بفلوس. غامض بس ده بيعرف كل حاجة، وعنده جواسيس في كل حتة. والخبر الحلو إن الشخصية دي هتحضر حفلة بكرة في البار، بس الحفلة دي VIP والستات بس اللي مسموحين يروحوا. طب ودي هندخلها إزاي؟ عندي دي. ورجعوا البيت، وكان متفق هو وتشينج إن هما يحبسوا شياو على الكنبة ويجهزوه لبكرة، ولبسوه ماسك، وقعدوا 3 يرتبوا بشرتهم للي هيحصل بكرة. تاني يوم بالليل الأنسة شياو، سونيا الجزء التاني من حياتك يا راجل. أنا سونيا الجزء التاني من حياتك يا راجل. سونيا! إيه القصة توك ده اللي ماشي توك ده؟ ليه دايما بيتضحى بيا انا؟ اصل انتي حلوه زي القمر. نزل ايدك يا حيوان، انا راجل وليا هيبه برضو. الهيبه راحت يا ريس، ما راحت يا ريس. واشمعنى انا مش انت؟ اصل انت فيك الطمع وعندك حاجات مش عندي. وفضل يستفز في أمه وهو كان بيحاول يتملك أعصابه. والخطة كالآتي: يدخلوا يعملوا عرض قدام الكينج بالحلوة المتوحشة دي عشان يقدروا عليه ويخدروه وياخدوا منه المعلومات. ودخلوا له بلفة استعراضية، هوبا سونيا، والسكرتيرة استقبلتهم. اتأخرتوا ليه؟ أصل سونيا كانت بتجهز نفسها جامد قوي عشان الكينج، لكن الصدمة الكينج طلع واحدة. يا نهار اسود، ما قلتليش ليه هو ست؟ ما أنا ما كنتش أعرف. ووقعت تشوبة في المعشوبة، ولازم يعدوا الليلة دي على خير. فالكينجة
قالت لهم إن هي بتقدر فن الستات جدا، خصوصا الموهوبين، وبتدعمهم وما بتحبش الرجالة متوحشين قوي، ومستنياهم يقدموا لها عرض لطيف. فباي فان بدأ يمدح في سونيا ومؤهلات سونيا وقوة سونيا وحلاوة سونيا، دي حتى تقدر تكسر حجر بصدرها، مهارتها خارقة. فسونيا شيكت على مخداتها لا تتحسد. طب وريني شوية من مواهبها كده. فقعد يطبل له ويرقص. يا اختي ايه الدراع الحلو الابيض ده، يلا يا سونيا ارقصي، يلا يا سونيا، يلا يا سونيا. ودخل الويتر وكان ناوي يغتال الكينج، لكن شياو وبايفان اتحركوا بسرعة، ثبتوه ومسكوه قدامها ونسيوا نفسهم. فابتسمت، كانت كده كده قفشاهم من بدري. وبعديها قعدت معاهم لوحدها بعد ما جابت معلوماتهم. انتوا جايين من معسكر الرياح، شياو شوان وبايفان. انت عرفتي ازاي؟ انا ملك الاخبار في المدينة، ازاي تستهينوا بيا كده؟ بما انك عارفة كل حاجة، احنا بنحقق في شركة بتعمل تجارب غير شرعية وعايزين مساعدتك. بس كده؟ دي حاجة خير، نمنع الشر ونحرر العالم. ما كنت تقولوا كده من الاول وخلاص. فاتصدموا واتفقوا ان هي اول ما تجهز المعلومات تبعتها لهم. وهم ماشيين سونيا قلعت الحاجات اللي كانت عامله لها حاجات وخنقاها. مهما تقلع يا بيبي ستيل لسه موجودين، القالب غالب. فواحد عكسه، فاداله واحدة رغدة متوحشة. بص قدامك يا حيوان. فالكلبوب خده بسرعة قبل ما يفضحهم. تاني يوم كانوا قاعدين يفلتروا الملفات اللي بعتتها لهم الكينجا، والملفات دي فيها كل التجارب الأخيرة بتواريخها. بيزرعوا شريحة في زويق لإعاقة المتطوعين عشان يعالجوا أمراضهم، لكن اكتشفوا إن التقنية دي مش عشان تعالج الأمراض بس، لأ دي كمان بتستخدم للسيطرة على البشر. بس ما فيش ولا حالة نجحت في التحكم فيها على هايبر كنترول 2، عشان كده الشركة عايزة تفتح هايبر كنترول 3 لأنها أقوى وأخطر. فقرروا يدوروا على شينبو عشان يدمروا الشريحة اللي معاه، لأن بيها الجهاز هيشغل هايبر كنترول 3، وما يعرفوش إن تشين لقاها من يوم المستشفى أصلا. فقرر يروح لمو طرف الخيط الأخير يتأكد إذا كان عندها نفس الندبة دي زي باقي المشاركين ولا لأ. وراح لها ومعاه بوكي ورد. المدير جانج جاي لي بنفسه وجايب لي هدية كمان. طب نبدأ بكاس الأول. أنت جاي تشرب معايا وبس؟ ده يعتمد على اللي انت عايزاه، يعني هتنفذ اي حاجة اطلبها قولي ونشوف. وبيمر الوقت وبدأت تعبر له عن حبها، لكنه كان بيماطل عايز يكسب وقت. ونظرته ليها اتغيرت عن الاول، ولبسها سلسلة هدية عشان يشوف رقبتها، واتصدم لما شاف الندبة دي طلعت معاهم. انت بتحبيني بجد؟ فاتلخبط، مش قادر يرد، مستحيل يقع في حب مجرمة. فحاول يهرب منها لكنها طلبته بالحب، فطلب منها تاخد دش الأول وهو هيستناها عشان يفتش في أوضتها يمكن يلاقي دليل زيادة. وبالفعل قدر يفتح خزنتها ولقى عقود المتطوعين في تجربة هايبر كنترول 3، بس هي ما كانتش راحت الحمام أصلا، كانت بتراقبه. هو ده كان هدفك من البداية؟ ما كنتش بتحبني وكنت بتخدعني. التجارب دي حقيقية ولا لأ؟ أنا عارفة إن أنت قربت مني لمصلحتك، بس أنا كان عندي أمل تحبني بجد. ليه لعبت بمشاعري؟ أنت عارفة إن التجارب دي على المعاقين غير قانونية صح؟ كل الناس دي وافقت بإرادتها، إحنا كنا بنساعدهم عشان أجبرتوهم. طب ولو عرفت إنه مش أنا، هتفضل تحبني وتحميني برضو؟ بطلي كده، أنا عمري ما كنت متخيلة إنك تطلعي زيهم، وأنت كمان طلعت زيهم. قربت مني ولعبت بمشاعري عشان مصلحتك. ردي عليا. الندبة اللي ورا رقبتك دي مش ده مكان زرع الشريحة اللي بيخليكي تسيطري على الناس؟ ولا الشريحة دي بتعمل إيه بالظبط؟ أنا مش فاهمة قصدك إيه. بلاش عند، أنا عارف إنك مش كده. قولي الحقيقة وأنا هساعدك. ما أنا لسه قايلة لك الحقيقة وأنت ما صدقتنيش. خدني من هنا، أنا عايزة أهرب معاك ونمشي بعيد أرجوك. بس الهروب مش حل، أنت الشخص الوحيد اللي يقدر ينقذني من عذابي. أرجوك خدني من هنا، أنا بتعذب كل يوم صدقني، أنا ما عملتش حاجة. فافتكر إن هي بتمثل عليه وما بقاش طايق حتى لمستها. ليه مش قادر تصدقني؟ وأصدقك إزاي وعندك الندبة دي؟ ده مش أنا وهثبت لك. وراحت قدام المراية عايزة أي رد فعل يصدر من تشين عشان يشوف بعينيه ويصدقها، لأنها مهما تقوله عمره ما هيستوعب مصطلح نقل الوعي. بس فجأة تشين سيطر عليها بالكامل وعمل لها شت داون. وشياو كان مستغربها ومش فاهم في إيه. أنت عايز تعرف الشريحة دي بتعمل إيه بالظبط صح؟ دي بتعالج، بترجع البصر وبتشفي الأمراض. ولما بنركبها لذوي الإعاقة بيتحكموا في جسمهم بقوة تفكيرهم، زي رجلك كده لما حفزت نفسك فقدرت تتحركها بسرعة.
فإحنا بنحفز أعصابهم وبنصلح جسمهم. بتصلحوا جسمهم لكن بتسلبوا عقلهم وبتخلوهم ينفذوا أوامركم. زي الراجل اللي بعتيه يقتلني، أنا ممكن أسامح في حقي بس مش في حق الناس التانية. لو سلمتي نفسك دلوقتي العقوبة هتكون أخف. أسلم نفسي؟ أنت صعبان عليا قوي. بدل ما أنت قاعد تدور ورايا كده، روح دور ورا أختي اللي أنت فاكرها بريئة وطيبة. بس شياو ما خدش باله من كلمة أختي. أنا شايفاك بتعملها بحنية وكأنها أختك. يا ريت تركز كويس وتعرف مين صاحبك ومين عدوك. وعلى فكرة هي ما اتخطفتش، دي كانت لعبة منها. كان عايز يقوموا عليها عشان ما يخليهاش تنجح في قلبهم عليه، فسابها وراح على البيت لبايفان ولقى تشينج. انتي مخبية يعني حاجة؟ موضوع خطفك ده انتي اللي دبرتيه من البداية صح؟ ايوه، انا عملت نفسي مخطوفة، ما كانش في ايدي حاجة. ما كانش ينفع ارجع البيت بعد ما عرفت سر اخويا الكبير. سر ايه؟ جين ما كانش في غيبوبة ولا حاجة، هو جسمه بس اللي ما كانش بيتحرك، لكن وعيه صاحي ومرتبط بجهاز. شركتنا بدأت أبحاث التحكم في البشر عشانه، لأن هو اتشل وعايز يقوم تاني. ومن هنا بدأت التجارب، وكانت تجارب غير شرعية في أوضة سرية في الشركة بعيدة عن العين. وفي الآخر وصلوا لتقنية نقل الوعي، فنقل وعيه لدماغ مراته، ودلوقتي هو صاحي في مو وبيتحكم فيها، واللي في السرير ده جسم فاضي. كنتوا هتقولوا عني مجنونة لو حكيت لكم كده من البداية. فافتكر كلام مو وهي بتترجاه ينقذها من عذابها، يعني دي كانت بتستغيث بيا، وبدأ يربط الأحداث. وبالليل قال لبايفان لو موضوع نقل الوعي ده حقيقي يبقى مو ضحية ملهاش ذنب، وتشين هو اللي بيحرك كل حاجة من ورا الستار، وأكيد عرف هويتي عشان كده عايز يتخلص مني. وإحنا بشر فأكيد مش هنعرف نفتح دماغها يعني ونشوف هي عملت إيه وتشين عمل إيه. قدام القانون هي نفس الشخص. التكنولوجيا دي مرعبة جدا، لو لقيتني في يوم من الأيام بتصرف عكس طبيعتي يبقى سيطروا عليا، وساعتها لازم تقتلني. أنت عبيط، مهما اتغيرت هعرفك. بس شياو كان قلقان من اللي جاي. تاني يوم خلاص بقوا فريق واحد، وتشينج جاب تقارير الشركة لآخر 3 شهور، ولما حللوها اكتشفوا ان في مبلغ ضخم من الفلوس اختفى ومحدش عارف راح فين، فأكيد بيمولوا بيه التجارب في السر. ولما قعدوا يخططوا كانوا مستغربين ازاي التجارب شغالة من غير شريحة تشيمبو اللي من غيرها الجهاز مش هيشتغل. يا بيبي لو تعرف ان هم بقالهم 3 شهور شغالين اصلا. فقرروا يتصرفوا. الليلة هيدخلوا مركز الأبحاث في الشركة وياخدوا شريحة هايبر كنترول 3 ويسلموها مع الأدلة اللي معهم للشرطة وينهوا الموضوع. ولما وصلوا وصى بايفان إنه مهما حصل ما يدخلش وينقذهم، لازم يفضل بره يراقب الكاميرات وفي اللحظة المناسبة يبقى يطلب الدعم. ولما دخلوا كان حاسس إن في حاجة غلط، محدش اعترض طريقهم، فحذر شياو وهو صدقه، لكن تشينج شجعته. دي فرصتنا الوحيدة، لو هم لقوا طريقة يفكوا بيها الشريحة دي هيتحكموا في كل البشر والإنسانية هتختفي، لازم نسرقها بسرعة. فكان متردد لكن في الآخر وافق، وقال لبايفان إن هم لو اتأخروا عن 5 دقايق ينسحب ويبلغ القائد. ودخلوا وفجأة الإنذار ضرب، وبالفعل كان فخ، وبايفان سمع الصوت واتصدم، ومو ظهرت قدامهم، والمفاجأة الأكبر سانج وهو ماشي على رجليه. فتشينج حاولت تقنعه وتكسبه لصفها. انت لازم تفهم الكارثة اللي بتحصل، التجارب دي بتسلب الناس وعيهم. في معاقين رجعوا يمشوا وبعديها اختاروا ينهوا حياتهم فجأة. ما انا قدامك اهو، التجربة عالجتني، بس انت اخويا من دمي، انا عمري ما اذيك، فلازم تصدقني. دي عايزة تتحكم فيك وتاخد الشركة منك بعد ما تموت اخونا. انا كده مش هعرف اديرها، فالشركة بتاعتك وانت هتهتم بيا عشان انا اختك. الشريحة اللي بيزرعوها دي هيتحكموا فينا. فصدق كلامها وامروا الحراس يقبضوا على مو، وفجأة اتعمل لها شد داون، وشياو كان مصدوم. والصدمة الأكبر تشين طلع قدام عينيهم كلهم، وأخيرا الوحش الحقيقي خرج من سباته. ما كنتيش تتوقعي إني أقدر أقف قدامك تاني ها؟ أنا كنت صاحي من بدري بس كنت حابب أخليها مفاجأة. كنت بخلص الحاجات اللي عايزة أخلصها بمساعدة جسمي ومو طبعا، وهي محبوسة جوه مش عارفة تطلع. بكام نقطة دم منك ومع شريحة تشيمبو شغلنا الجهاز الجديد وفتحت هايبر كنترول 3. فافتكرت يوم الكوباية اتكسرت ولما ضغط على ايديها وخد الدم من وراها. الجهاز القديم كان مخلي قوتي محدودة، يا دوب كنت بتحكم في كام شخص بس، لكن دلوقتي خلاص مفيش حد يقدر يوقفني. انا كنت عارف كل اللي انتوا كنتوا بتعملوه من ورايا، بس كنت مستني اللحظة اللي فاجئكم بيها. اصل الموضوع ممتع قوي. بالمناسبة احنا جبنا شريحة تشيمبو يوم ما انت اتصبت ودخلت المستشفى. مفيش شر بيكسب في النهاية. الشر ده هيصنع عصر عظيم، انا هعالج الناس في مقابل الطاعة. ما هو العلاج مش ببلاش، ده مش علاج، ده اجرام. بمناسبة الإجرام هاتوه. واتصدم لما لقاهم جايبين بايفان بعد ما مسكوه وهو بيحاول يدخل ينقذهم. ما قدرش يستنى يسيب صاحبه جوه لوحده.
يلا يا أختي يا حبيبتي اختاري لنا واحد منهم بقى، عشان اللي هتختاريه هو الوحيد اللي هيعيش بعقله. فكانت مصدومة، مش عايزاهم يبقوا تحت سيطرته، وشياو دمه غلي مش عارف ينقذ صاحبه من غير دعم، وهي كانت مقهورة ان تشين سيطر على كل حاجة. فباي فان اتهور ولسه هيهجم عليه، الحراس هاجموه وطلبوا منهم ياخدوها ويأدبوا شياو، فوقع جنبه. مادام ولا واحد فيكم اختار يبقى انا اللي هختار بنفسي. وبعد ساعات صحيوا متكتفين في مكتبهم، فشياو حاول يستجمع نفسه ويفكر ازاي يهربوا، وشاور لبايفان بخطة قديمة كان معلمها له: لو اتمسكت ساير العدو وصاحبه وبعدين اقلب عليه. ونفذوا الخطة وسيروهم لحد ما خلصوا عليهم وقدروا يفكوا نفسهم ويهربوا. ودلوقتي هيدوروا على تشينج ينقذوها ويدمروا تشين، والغضب كان مليهم، فاعترض طريقهم الحراس، فاستعدوا للمعركة دفاع وهجوم ونزلوا فيهم ضرب. في نفس الوقت ده تشين كان مكتفها عشان تسمعه: لو كنتي مطيعة ما كنتيش هنا دلوقتي. أنا مش فاهم ليه بتكرهيني، أمي وسانج هما اللي كانوا بيكرهوكي، لكن أنا عمري ما كرهتك. أنا اللي كنت بهتم بيكي وبحبك، بس عشان كنتي مشاغبة كنت بقسى عليكي شوية. عارفة انتي أذكى واحدة بعدي في العيلة دي، احنا شبه بعض قوي، وانتي الوحيدة اللي تستاهلي تبقي معايا ونكبر سوا ونسيطر على العالم. وهي كانت مقهورة خلاص، صحي كده حياتها اتدمرت وأحلامها ضاعت. فاكرة لما دخلتي مدرسة داخلية كنتي بتصرفي أكتر من البنات التانية، وأنا ما كنتش بتأخر عليكي، كنت بجيبلك مصروف زيادة وأجيلك بنفسي، كنت بعاملك كأنك بنتي الصغيرة. إزاي تنسي كل ده؟ إزاي تفضليهم عليا وتعامليهم كأنهم إخواتك؟ أنا أخوكي الحقيقي، أنا اللي استاهل. ولو انت فعلا بتحبني ليه اول ما بدات تجاربك اجبرتني اركب عربيه التجارب دي؟ لو تونج اختي شياو ما خدتش مكاني وقتها كنت زماني ميته دلوقتي. دي تجربه وفشلت من وسط التجارب، وبسبب ذكائك نجيتي، وساعتها قررت اعوضك واخليكي تمسكي معايا. انسي سانج، ده غبي وضعيف، حتى لو سيطرت عليه هيعمل كوارث. احنا بس اللي نستاهل دم عيله نونج. الشركه هتبقى تحت ايدك لو انضميتي ليا. كان مهووس بالسيطره والاخضاع، ومش همه غير التحكم وتلبيه رغباته الغير انسانيه. انا خليتك المفتاح لكل شرايح الشركه. الDNA بتاعك غالي عليا قوي، ولما سافرتي انا تعبت، وجهاز هايبر كنترول 2 اللي ربطت وعي بيه ما بقاش مفيد، والشريحه نفسها ما استحملتش غير اني اتحكم في مو والطاقم الطبي. فطورت وصنعت جهاز هايبر كنترول 3 عن طريق مو وعن طريق الطاقم بالتحكم عشان يستوعب اكتر. بس للاسف تشين بو خدعني وسرق شريحه من الجهاز وهرب. كنت مشلول وقتها، واللي بتحكم فيهم ضعاف. بس خلاص دلوقتي عصر جديد هيبتدي، عصرنا احنا الاتنين. هعالج كل الناس وهيطيعوني عشان يعيشوا في سلام، وانا المتحكم الوحيد. انا الملك وانتي الملكة، احنا شبه بعض، وحبك ليهم ده مزيف. انا اللي هعوضك اللي راح. احنا مش زي بعض، انت كذاب ومخدع. انا لا، انا بحبهم بجد ومش عايزة اذيهم. بتحبيهم بجد؟ انتي فاكره اني مش عارف كنتي بتعملي ايه من ورايا؟ بعتي لشاو ان اخته شاركت في تجارب الشركه عشان تجيبيه هنا هو وبايفان، سربتي معلومات عن هايبر كنترول 2، عملتي نفسك مخطوفه عشان يساعدوكي بارادتهم وتاخدي مكان تونج وتعيشي حياتها، طمعتي في حبهم ليها، وكل ده عشان تعملي اللي في دماغك. ما حدش فاهمك قدي، احنا شبه بعض. فكانت مصدومه، هي دي احلامها اللي دفنتها جواها طول الفتره دي عشان تحققها، لكن خلاص هتنتهي قبل ما تبتدي. تفتكري لو شياو عرف ان اخته ماتت بسببك، ولو بايفان عرف انك مش البنت البريئة اللي بيحب يهتم بيها، هيفضلوا يحبوكي؟ لا، هينتقموا منك وهتخسري كل حاجة. بصي في الشاشة، أنا سايبهم بمزاجي عشان أوريكي نقدر نعمل إيه سوا. فقعدت تترجع عشان ما يأذيهمش. حلمها الوحيد كان الحب والأمان اللي اتحرمت منهم طول حياتها. ما تخافيش، أخوكي عمره ما هيأذيكي، بس لازم تطيعيني وتسمعي كلامي. صدقيني المتعة كلها في السيطرة والتحكم، مش في الأكل والإجرام. وبعد ما خلصوا على الحراس، فجأة بايفان بدأ يحس بصداع شديد، وبنعرف إن تشين زرع له شريحة تحكم قبل ما يصحوا متكتفين في مكتبهم، وبقى تحت سيطرته بالكامل. شايفة المتعة؟ بايفان دلوقتي بقى خادم المخلص وهيعمل كل اللي نفسي فيه. التحكم حلو صح؟ فانهارت وهي شايفة الاتنين اللي عوضوها جو العيلة دلوقتي هيموتوا بعض قدام عينيها. وشياو كان لسه مش مستوعب، لكنه بدأ يفهم اللي بيحصل. وكود بايفان بقت غريبة، فقرر يهرب منه دلوقتي ويكسب وقت عشان يقدر يرجع له وينقذهم. ولما خرج من الشركة سانج وقفه: أنا جمعت لك كل الأدلة السرية اللي بتستغل المعاقين في التجارب الغير شرعية من مكتب مو نفسها، وشفت كل اللي حصل وعرفت انت مين. أنا مش وحش، أنا اتضحك عليا. كنت فاكر إن شركتنا هتخدم البشر بجد، وما كنتش أعرف موضوع شرايح التحكم ده، ومش عارف إذا كان أخويا هيموتني ولا لأ، بس على الأقل أنا حاولت أخدم العالم. فتأثر بكلامه وخد الأدلة منه وقال له إنه بما إنه بيساعد الشرطة فهيقدر ياخد براءة، وسابه ومشي.
بعديها راح لياوجي وطلب منه مكان يستخبى فيه ويحدد له ميعاد مع الكينج عشان تحميه، وبالفعل استخبى في أوضتها الخاصة في البار بموافقتها لحد ما طبت عليه مو تعالى معايا، بلاش تعملي كده، انتي طيبة وهو انا بايدي حاجة، هو سايب لي 50% بس من السيطرة عشان ابان طبيعية قدام الناس، يا ريتك صدقتني وقتها. كان واقف قدامها عاجز، لو كان صدقها فعلا كان زمانهم وقفوا العملية قبل ما يصحى في جسمه. ودخلت الكينج عليهم وطردتها وقالت لها ان شياو دلوقتي في حمايتها وطلبت منهم يطلعوه. فمو وهي ماشية قالت لها بما انك بتحميه أرجوكي خبيه كويس، ما تخليش حد يعرف مكانه. وبعديها راح للقائد دونج في مقره السري. أنا ما قدرتش أجيلك قبل كده عشان كنت متراقب، ودي كل الأدلة والمستندات اللي بتثبت إن الشركة بتعمل تجارب غير شرعية للتحكم في المخ. وقال له على أسماء كل اللي ساعدوهم عشان يجمعوا البيانات دي، وطلب منه يرجعوا لمنصبه القديم في المعسكر ويديله الإذن والمعدات اللازمة عشان يدخل ينقذ باي فان لحد ما الشرطة تتحرك. وبيمر الوقت وتشين كان عايش قمة نشوته مستمتع بتحكمه في باي فان وهو بيصارع نفسه من جواه عشان يتحكم في جسمه ومش عارف. وشياو حضر نفسه لازم ينقذ صاحبه وتشينج قبل فوات الأوان، هما اللي باقيين له بعد أخته. ودخل الشركة والحراس كانوا مستنيينه، وتشين كان قاعد بيتفرج على العرض في الكاميرات وبياكل بنهم بجشع قريب قوي هيسيطر على البشر كلهم. لكن كان في حاجة واحدة بس مضايقاه اللي لسه بتفشل معاه لحد دلوقتي ومش قادر يسيطر عليها، المشاعر. مهما عمل لهم برمجة عصبية وتحكم في الجسم لسه مش قادر يتحكم في مشاعرهم الداخلية، مش عارف يخليهم يطيعوه بإرادتهم، مش عارف يكسر الإرادة أصلا، لأن في دماغه العالم كله لعبة شطرنج وهو المتحكم فيها. وخلى باي فان يبقى خدامه وكان قاعد مستني شياو يدخل ويتفرج على جبروته. اتأخرت، احنا مستنينك من بدري. وهي عاتبته بعينيها لانه ما صدقهاش. لازم نغير مو الكئيبه دي. بص انا حتى اقدر اخليها تضحك. فين المتعه لما تخلي الناس يعملوا اللي انت عايزه غصب عنهم وهم بيكرهوك؟ فين انسانيتك؟ سبتها لك انت. وطلب من باي فان يهجم عليه وشغل موسيقى عشان يرقص معاها قدامه ويستمتع بالسيطره. والمشهد كان قاسي على قلبها، كانت بتبكي جواه وهي شايفاه كده قدامها ومش قادرة تنقذه، وفي الآخر دموعها نزلت. وباي فان هجم عليه بالضربة الأخيرة، بس جواه في قلبه كانت الذكريات بتهاجمه، كل اللي عاشوه سوا، كل الصعاب اللي عدوا بيها، الألم، الصداقة، الأخوة اللي جمعتهم، كل ده كان بيخليه يحارب نفسه من جواه عشان ما يرفعش إيده على صاحبه، معلمه، أخوه. كان بيصارع سيطرة تشين على عقله بكل قوته، وشياو كان حاسس بيه، بيشجعه وبيساعده يسترجع نفسه. ولقى جواه لحظة شجاعة وبقوة إرادته قدر يحرر عقله من سيطرته، فهاجم نفسه عشان يهدي الجسم اللي هو بيتحكم فيه. لكن شياو منعه يضحي بحياته عشانه، وبسبب الضغط والتعب أغمى عليه. فباي فان حاول يستعيد السيطرة على جسمه ويهاجم تشين، بس هو استعاد السيطرة عليه وعمل له شات داون فوقع مغمى عليه. لكن كانت مو انتهزت الفرصة وهجمت عليه بقوة إرادتها اللي اتولدت جواها بعد ما شافت حبها بيضيع قدامها. بس قبل ما يقع انتقم منها وعمل لها الشات داون هي كمان، ففقدت الوعي. وشياو كان فاق وزحف ناحية صاحبه يطمن عليه يفوقه بعد ما تشين خلاص مات. لكن المفاجأة تشينج خدرته فجأة، فاتصدم وشاف ضباب واحدة بتحقن باي فان وفقد وعيه زيهم، وتم زراعة شريحة تحكم فيهم هما الاتنين. وتشينج حققت حلمها أخيرا وهيبقوا ليها تحت سيطرتها هي وبس. عملت لهم إعادة برمجة عصبية ورسترت ذكرياتهم ورتبتها زي ما هي عايزة، وإن هم تعينوا هنا عشان يحققوا ورا الشركة بس مش أكتر. حتى ذكريات أخته اتحذفت وبقوا عايشين كأنهم جوه محاكاة، فاكرين إن دي حياتهم الحقيقية. وبتمر الأيام جوه الشركة والاتنين بيرازوا بعض كالعادة. باي فان بيغيظه ويحط له سكر في الشاي وهو ما بيحبش السكر، فشرب شايه ولقاه مسكر أكتر زي صاحبه السكر وقعد يهزق فيه. لكن فجأة باي فان لاحظ نور أحمر غريب بيظهر له من بعيد. النور ده بقى بيتكرر كتير وهو مش فاهم جاي منين وليه. وقال لشياو عليه ايه الشركة هتنفجر ولا ايه؟ نور أحمر ايه؟ بقول لك ايه، أنا أصلا مستحمل نفسي بالعافية. وشان جت لهم تعرفهم إن مو عايزاهم وتعاد الاجتماع من جديد، فعلهم بترتيب تشينج وإن الآنسة الصغيرة اتخطفت ولازم يلاقوها عشان يفتحوا هايبر كنترول 3. وجوه المحاكاة تشينج كانت عايشة حلمها لما أنقذوها. أخيرا بقت مسيطرة على الحب والأمان اللي اتحرمت منهم طول عمرها، حتى خلتهم يسمعوها الكلام اللي نفسها فيه: أنا باي فان ومش هسمح لحد يأذيكي تاني. وعبر لها عن إعجابه بيها. ماشية فكان حنين معاها: من هنا ورايح لو حد ضايقك قوليلي وأنا هأدبه، أنا هبقى أخوكي الكبير. وكانت طايرة من الفرحة، حلمها بقى حقيقة
حب من ناحية وأخوة من الناحية التانية، من جاية يمين ومن جاية شمال، هتعوز ايه تاني من الدنيا؟ وبتمر الأيام ومش بيفترقوا لحظة، هي المتحكمة بترسم لحظاتهم زي ما بتحب. حب مع بايفان، أخوة ودفى مع شياو، والتلاتة كأنهم عيلة واحدة. الحرمان وصلها للإجرام، فاكرة إن هي دي النهاية الجميلة، ما حسبتش العواقب. وفي مرة شياو كان بيقرا كتاب اسمه الوجود والزمن، فبايفان شدوا منه وهو مش فاهم ليه مهتم بالحاجات دي أصلا، وقعدوا يرازوا في بعض كالعادة لحد ما جات لهم عشان نفسها تاكل مشاوي وخدهم وراه. وبايفان ادالها تفاحة، بس فجأة حس بحاجة غريبة. المشهد ده اتكرر قبل كده وهجمت عليه ذكرى تونج وهو مش عارف مين دي، وساعتها ظهر النور الأحمر تاني أقوى من أي مرة. وفجأة لقى نفسه قاعد قدامها. انت بتحب تاكل خس؟ فلسانه نطق باسم تونج وان هو ما بيحبهوش، واتصدم مين تونج دي وليه نطق اسمها، وهي سكتت. دي بدأت ترجع له الذكريات، مين تونج؟ فشياو استغرب، عمره ما سمع الاسم ده قبل كده منه، فعملت نفسها زعلانة وإن هو بيخونها. يا ريت تناديني باسمي المرة اللي جاية. ففهم إن هي زعلت وسابتهم ومشيت، وهو كان حاسس بحاجة غلط، حاجة مش مفهومة. أنا بقيت بفتكر ذكريات مش بتاعتي، ذكريات ما عشتهاش، وحاسس إن جوايا فاضي، مفيش غير هي وإنت بس اللي في حياتي. أنا مش فاهم. ده طبيعي عشان إحنا مع بعض على طول، فنسيت الناس. ما تركزش. وسابه ومشي. لكنه كان متأكد إن في حاجة غلط، وإنه ممكن يكون عمل حادثة وفقد الذاكرة مثلا ومحدش عارف عنها. فقررت توصله البيت بنفسها. وشك مش طبيعي، شكلك تعبان، أنا هوصلك، أنا راجل، ما تخافيش عليا. لكنها صممت بشكل غريب، كانت عايزة تاخده وتمسح الذكريات اللي رجعت له. وبالليل شياو كان قاعد بيشرب، حياته فاضية هو كمان، وبالصدفة وقعت عينه على صورة تونج تحت الكنبة، وشاف اسمه مكتوب على شارة قائد، وما يعرفش إن ده اسمه. وقلبه اتقبض، حس بإحساس غريب كأنه شافها قبل كده بس مش فاكرها، وافتكر كلام بايفان ومشاعره اتحركت ضد التوهان اللي هو فيه. ففجأة النور الأحمر ظهر قدامه، نفس النور اللي حكاله عنه بايفان، والشك بدأ يتسرب لقلبه. تاني يوم لسه في المحاكاة، كانت مشغلة مخدة عندها تعمل لها ضوافرها، طلعت بتتحكم فيها هي كمان، بدلت شريحة أخوها اللي فيها بالشريحة الخاصة بيها. وشياو راح لها البيت يسألهم على بايفان لأنه بيدور عليه ومش لاقيه، فطلع من وراه. إيه بتدور على عيل تايه ولا إيه؟ طيب بص، فاكر لما كنا بنتعشى امبارح وقلت اسم تونج وقلت لي إن في ذكريات رجعت لك وأنت ما عشتهاش؟ مين تونج دي وذكريات إيه؟ أنت بتقول إيه؟ هو أنت إزاي مش فاكر؟ ده لسه امبارح. يمكن كنت بتحلم. تونج مين كمان؟ أنا قلبي كله لتيانج حبيبتي. فحس بحاجة غلط، إزاي من امبارح للنهاردة كل حاجة اتغيرت كده؟ فمو قررت تكسر الصمت بإرادتها وخدته، ولقى نفسه قاعد معاها مستنيين الأكل. اللي احنا عايشينه ده مش حقيقي، كل اللي حواليك ده كذب. انت بتقولي ايه؟ انت وعدتني نساعد بعض، وعدتني تخرجني من العذاب ده. انا افتكرت كل حاجه، انت الوحيد اللي يقدر يحررني. ركز على مشاعرك، هي المفتاح. افتكر ذكرياتك، اعرف انت مين. احنا في محاكاه وهي بتتحكم فينا. وهو بيبص لها الذكريات هجمته، وافتكر لما كانت بتترجاه وبتقول له ان هو الوحيد اللي يقدر ينقذها من عذابها، ورجع له الاحساس وكانه روحه ونفسها فاكره هي مين. مش هقدر اقولك، هتموتني. كان تايه، كلامها منطقي للي بيحصل قدامه، في حد بيتحكم في حاجة ودماغه مش قادرة تستوعب. وفجأة تشينج طبت عليهم. تحبي أجيب لك أكل إيه يا مرات أخويا؟ فلاحظ التهديد في صوتها وعرف إنها هي، بس ازاي؟ وعقله اتلخبط بالذكريات، وفي غمضة عين لقوا نفسهم في مكان تاني، لأن جوه المحاكاة الأماكن مش حقيقية، وعيهم بس اللي بيقربهم من بعض. ايه العنف ده يا معلم شياو؟ ندهتني بإيه؟ معلم شياو؟ لا جانج، لا معلم شياو. أنا سألتك على اسم تونج قبل كده قلت لي مش فاكر، مع إنك أنت اللي شككتني فيه من الأول، ولسه حالا ندهتني باسم غريب. احنا جينا الشركة دي ليه؟ وسرقنا الاسطوانة دي ليه؟ وهي فاضية أصلا؟ ومين تونج اللي أنت نطقت اسمها؟ ومين شياو اللي أنت قلته؟ وليه حاسس إني بنسى حاجات كتير؟ فبايفان بدأ يتلخبط. أنا كمان بفتكر حاجات ما عشتهاش. تحت الكنبة لقيت صورة بنت حاسس إني أعرفها ومش فاكرها، وشارة قائد اسمه شياو. افتكرت يمكن أكون عملت حادثة وفقدت ذاكرتي ولا حاجة، بس إزاي؟ أنا وأنت زي بعض، ومو كمان معانا. تشينج بتتحكم فينا. وفجأة النور الأحمر ظهر قدامهم هما الاتنين، إشارة من النظام إن مشاعرهم بدأت تخرق جدار المحاكاة. فتشينج ندهت على بايفان يطلع لها. فجأة لقى نفسه في الشركة. اللي حوالينا ده مش حقيقي فوق. وهي ظهرت قدامه فجأة. انت ما سمعتش كلام حبيبتك ليه؟ هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ فقررت تسرق لحظة لذة اعتراف قبل ما تمسح لهم ذكرياتهم من جديد.
كانت صاحبتي دايما بتحكي لي عنك وعن أخوها، ومن وقتها وأنا كان نفسي أبقى مكانها، نفسي تبقى ملكي أنا وتحبني أنا. فشياو افتكر أخته ولسه هيفوقوا من سيطرتها، مو انهارت وحصل لها خلل بسبب البرمجة والتحكم الكتير بدماغها. أنت ليه لسه سايب تشين يعذبني ويتحكم فيا؟ مخها تلف ودلوقتي بقت واقفة عند نقطة القهر اللي عاشتها ولسه ما اتحررتش منها. أنت عمرك حبتني؟ الكلمات دي جرحت قلبه وكل حاجة اتربطت ببعض واستجمع كل الذكريات اللي ناقصة. لكن تشانج ما كانش في دماغها دلوقتي غير انها تمتلك باي فان. انت هتبقى كويس، كل ما هتفتكر ذكرياتها همسحها لك وهتفضل تحبني انا وبس. العالم ده بتاعنا انا وانت وهو، هنكون اسعد عيلة وهو هنخليه ينسى من جديد. وبكل هوس طلعت له حقن تثبيت البرمجة وادت له الامر بدماغها انه يحقنه دلوقتي. ولسه جاي يهجم عليه فضل يزعقله عشان يفوق ويفتكر هو مين، وصوته كان بيخترق عقله وذاته الداخلية حاولت تسيطر على الموقف. والنور الأحمر ظهر تاني وفتح له طريق وافتكر كل حاجة. مثل معايا ففهم وعمل كأنه اتحقن خلاص وضحكوا لها كأنها الملكة بتاعتهم ودخلت في حضنهم هما الاتنين. فباي فان حقنها واتصدمت. دي النهاية. العالم الافتراضي اللي عملته في دماغها بدأ ينهار لأن هي الوعي اللي مشغلاه وحصل لها خلل. فصحيوا من المحاكاة ولقوا الجهاز اللي كان رابط عقولهم ببعض هو ده اللي كان بينور كل مرة لما مشاعرهم بتكسر النظام. وخرجوا من الأوضة ولقوا الشركة فاضية كأنها مهجورة، الحراس مرميين على السلم ولقوها واقعة بسبب انهيار شريحة التحكم اللي فيها. وباي فان لحقها. للدرجة دي كنت عايز تخلص مني؟ انت بطلت تحبني؟ دي كانت مجرد شريحة بس، كنا هنفضل مع بعض على طول في العالم المثالي اللي أنا صنعته. مش هينفع نبرر الغلط بغلط، بس أنا بحبك، هو ده ذنبي؟ الحب حرية، انتي كده كنتي بتأذيني مش بتحبيني. لما تخلي حد يحبك غصب عنه ده ما يبقاش حب. من وانا صغيرة كنت لوحدي، الحب بالنسبة لي كان رفاهية غالية قوي مش عارفة حتى اشتريها منين. فاشياء اتأثر بيها حاسس بكل كلمة خارجة من وجعها. انتوا اديتوني كل الدفى كل الحب، كنت مبسوطة معاكم، كنتوا انتوا عيلتي اللي بحلم بيها. انتي كنتي السبب في موت اختي تونج مش انا. جامعتنا كانت في مكان مهجور شوية وصعب تلاقي تاكسي، فتونج كانت اعز صديقة ليا واديت لها العربية اللي اخويا اشتراها لي عشان توصلها. ما كنتش اعرف ان هي عربية تجارب وان هو كان عايز يستخدمني فيها، وهي اللي ركبت مكاني وماتت بدالي. انا كمان اتحرمت منها، كانت صاحبتي الوحيدة، وخططت عشان اجيبكم هنا اعيش معاكم الحب اللي هي كانت بتقول عليه. طيب وليه كنت مخبيه علينا الحقيقة؟ كنت خايفة اخسركم، انا اعتبرتكم اخواتي. وحضنته وهي منهارة فبعد ايديها عنه لان في قلبه لسه بيحب واحدة بس، والواحدة دي ماتت خلاص. انا طورت الشريحة لدرجة ان انتوا بقيتوا عايشين في دماغي، انا الوعي بتاع العالم الافتراضي ده، ولو حصل له اي خلل العالم ده هيتدمر وانا هموت. فزعلوا عليها حاسين بوجعها وحرمانها وان ممكن تكون دي النهاية. حتى لو اللي عشته معاكم كان كذب بالنسبة لكم، ده كان احلى حقيقة في حياتي. والاتنين كانوا ماسكين ايديها اعتبروها ضحية القسوة. حرمانها من الحب هو اللي خلى مشاعرها تتحول لهوس وسيطرة وإجرام، بس في الآخر ده مش مبرر وهي خسرت كل حاجة. وودوها المستشفى. وبعد 3 شهور من ساعتها ما حدش عارف عنها حاجة، والأخبار اتكلمت عن إن بمساعدة معسكر الرياح قدرت الشرطة يكشفوا مجموعة موظفين داخل شركة الكريستال كانوا شغالين على أبحاث غير قانونية بزرع شرايح في المخ عشان يتحكموا في البشر، واتحبسوا. والناس اتقسمت نصين، في ناس شايفين التكنولوجيا دي رجعت الأمل لذوي الإعاقة وخلتهم يقوموا ويمشوا من جديد، وناس تانية شايفين إنها في المقابل سرقت أرواحهم وسلبت وعيهم. والحقيقة إن التكنولوجيا الصح هي اللي بتخدم البشر مش بتتحكم فيهم. وسانج كلم بايفان، أنا عايز أعينكم مديرين تنفيذيين للشركة، أنتم كده كده لازقين في بعض بغيرها، وأنا أصلا ماليش في الإدارة ولا عندي دماغ لشغل الشركات ده. أنا كنت عايزة زمان بس عشان مصاريفي وخلاص، لكن دلوقتي الموضوع ده لازم تتحملوه معايا وتقوموا الشركة من جديد. فبايفان عرض على شياو الموضوع وقعدوا يرازوا في بعض على مين اللي هيبقى المدير الأول وكلمته تمشي. والقائد دونج دخل عليهم، في مهمة جديدة مستنياكم يا أبطال. وبعديها راحوا الشركة، لكن في الوقت ده كانت في موظفة جديدة داخلة تقدم على شغل، وهم طالعين في الأسانسير بايفان لمحها ملامحها فيها لمسة من تشينج، ودخلوا الأسانسير وهي طلعت وراهم وكانت بتضحك وكأن اللعبة دي لسه ما انتهتش. ودي كانت نهاية المسلسل، لو في جزء تاني أكيد مستنيينه على نار وهلخصهولكم أول ما ينزل. وبنعرف إن الحب الوهمي عمره ما كان حب، ده مجرد قيد بيتكسر أول ما الحقيقة تلمس الروح. والسيطرة يمكن تخلي الناس تنحني لكن عمرها ما تقدر تملك قلوبهم، والأفكار اللي اتزرعت بالغصب عمرها ما هتجيب مشاعر. الحب الحقيقي حرية، والحرية بس هي اللي بتخلي الروح تعيش. ما تقسوش على أرواح محرومة، احنا بنبني بنعالج مش بنهد وندمر قلوب. ولحد هنا بينتهي مسلسلنا.
كانت معاكم سيا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس واللايك عشان يوصل لكم كل جديد. ودي قناتنا لملخصات افلام ومسلسلات الانمي، قناة شيلا تشان، فما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس.